تدخلي اي مول تقدري من نظرة واحدة وبسهولة شديدة بالعين المجردة انك تتعرفي على انواع الزباين المختلفة. اول نوع هيلفت نظرك هو الزبون الرخم المتردد الملح، ده بيكون لوحده طبعا معهوش اي حد، اظن ده بسبب الصفات اللي انا قلتها من شوية دي. الزبون الرخم ده اول ما بيشوفني انا ماشي بشتري حاجات في امان الله يقوم قافش فيا زي الكابوريا ويرمي اول سؤال بقى، السؤال اللي بيكشف لك شخصيته المهزوزة بمنتهى الوضوح، يقول لك معلش من فضلك والنبي هو القميص ده حلو يموت ولا بيئة طحن؟ وتلاقي اسئلته كلها من النوع ده، النوع الفضفاض اللي ملوش ماسكة، القميص حلو ولا وحش؟ من بدري قوي كده. طب الرد على السؤال ده اكيد حسب حاجات، يعني ذوقك، مستواك، تربيتك، خلفيتك، البيئه اللي انت عايش فيها. ما انا ما اعرفش انت عايز ذوقي الشخصي ليه، يعني انا بستخدم ذوقي في حاجاتي، عايز تلبس على ذوقي ليه؟ بعدين انت واثق فيا بالشكل ده، احنا نعرف بعد من 6 دقايق، انت شايف ان علاقتنا الجديده دي تسمح بكده؟ عاوزني البسك؟ لا قول لي البسك. لا وساعات بقى العشم يقتله ويبدا يطلب مني بقى ان انا اختار له القميص بتاعه. ليه انا وانا خطيبتك ليه حاططني في المنطقه الشائكه دي؟ ده النوع بقى ايه اللي لو وقعتي تحت ايده مش هتعرفي تخلصي منه. ده تعرفيه ازاي؟ هتلاقيه واقف كده في النص شايل حاجات كتير، ماسك قمصان في هنا وشماعات هنا وبناطيل حوالين وسطه وشراب في دماغه وتايه وبتاع. ده لما تشوفيه سيبي المحل واطلعي اجري، ده عنده ازمه هويه وهيلاقي فيكي طوق النجاه ومش هيسيبك، اشتري مني اجري. في كمان نوع نمطي شهير جدا اللي هي الزبون القطر، دي الام اللي جرى وراها 4 عيال ونازلين يجيبوا الكسوه بقى. الام دي بتبقى مكشره جدا، متسربعه جدا، متنرفزه جدا، بتزعق عمال على بطال، عايزه تخلص وتروح ومتعطشه للدماء، وممكن تعمل اي حاجه لاي حد هيطول المشوار البشع ده دقيقه واحده كمان. ما عندكيش فكره عن الاكروبات اللي الست دي عملتها علشان خاطر تاخد الفلوس من جوزها، وهي عارفه ومتاكده انها هتجيب بيها هدوم هتظهر على العيال كمان 6 شهور، فتبقى حيرانه تجيب لهم هدوم كبيره شويه عليهم عشان تعيش معاهم شويه ويبقى شكلهم عبيط دلوقتي، ولا تجيب هدوم مظبوطه عليهم دلوقتي وتصغر عليهم فورا ويبقى شكلهم عبيط برضه. هي كده بايظه، فدي توسعي لها الطريق من سكات وطي العاصفه لحد ما تمر. دي عربيه اسعاف اعتبريها كده، معاها حاله خطره، وسعي الطريق وخدي لك ساتر. في بقى الزبون الغلس اللي مفيش حاجه عاجباه، عايز يمشي الدنيا على مزاجه، هو ده تلاقيه بقى ايه بيعدي على كل الشماعات والرفوف يعيد ترتيبها من الاول وجديد، يظبط الهدوم على الشماعات وهو بيبرطم، مش هتصور فوضى مش عارف ايه، عمرنا ما هنتقدم، ايه البلد احنا كده. يقف يطبق الهدوم من الاول تطبيقه المكواجي ويرتبها حسب الالوان من الفاتح للغامق، ابيض بامبي اصفر اورنج اخضر ازرق كحلي بني اسود، لو ما عملش كده يتضايق ويكش نولع احنا بقى نتلطع نتاخر مش قصته، سخيف. الزبون الغلس ده طبعا على طول قافش، المحل حر كده ليه؟ التكييف ساقع قوي كده ليه؟ الحاجات بقت غاليه كده ليه؟ البروفه ضيقه كده ليه؟ القميص ده صغير كده ليه؟ هي الناس جرالها ايه؟ انا تخنت قوي كده ليه؟ احنا مالنا؟ ولما يخلص جرد ويشتري فعلا بينظم الطابور اللي قدام الكاشير، على حسب الطول بقى والحجم، اطلب معلش لو سمحت حضرتك تيجي كده ماشي، احنا مالنا. وبيطلب ان كل حاجه من الحاجات اللي اشتراها تكون في كيس منفصل، احب اكياس معاه، يحب خارج كده عامل شوبينج كده، لما بياخد الباقي يطلع المحفظه ويرتب العملات بالفئات الصغير قبل الكبير وكلهم باصين ناحيه واحده فلوس، فاهم؟ مش في حاجه بايظه، هو اصلا بيبقى خارج شاري ببيونه بس على كل الهيصه دي. ده برضه حاولي تتخطيه علشان تخلصي وتروحي، لو ما عرفتيش بيوقعوا قدامه ستاند كده وقولي اوبس. اكتر نوع زبون منتشر وعمري في حياتي ما فهمتهم اللي هم زباين الفاترينا، اللي هم نازلين يتفرجوا على الفاترين بس مش معاهم فلوس، ما عندهمش اي نيه للشراء، بس نازلين يتفرجوا على الجديد، يجمعوا معلومات عن السوق كده وغلاسه. بيتعامل مع الفاترين على انه نازل ياخد جوله سياحيه في متحف الشمع. طب ايه الهدف من التعذيب ده؟ ايه المفاجاه اللي ممكن تحصل مثلا في نهايه اليوم ده؟ زباين فاترينا. في طبعا الزبون المتحرش، ده اللي بيبقى نازل يشتري او يعاكس ان امكن اي مصلحه اللي يطلع في ايده، يعني ده تلاقيه بقى عنده شويه جمل ملزقه كده ومهروسه من نوعيه التيشيرت ده هيبقى مجرم عليكي، وده غالبا بيتهزق ويمشي عادي ما بيردش اي رد، بياخد التهزيقه وهو مش موفق خالص الحقيقه علشان من البدايه مش محدد هدفه، وصاحب بالين كذاب، فتلاقيه دايما وحيد ولبسه وحش لانه لا بيعرف يشتري ولا بيعرف يظبط، ده مش مركز في حاجه، ده رقص على السلم يعني مشتت، لو ركز في حاجه منهم هيبقى عنده اي ميزه. في بقى زبون العروض، ده اللي العروض بتصير فيه الغدد الاستهلاكيه واللعابيه بشكل ملحوظ، بيلاقي في اي عرض فرصه عمر اللي لو فوتها هيندم عليها بقيه حياته، فتلاقيه بيجيب مثلا 3 تيشيرتات نفس الشكل واللون عشان يحصل على ميداليه بلاستيكيه هديه مجانا، او 7 مايوهات علشان ياخد عوامه او منفاخ، او 17 كيلو رز نوع وحش علشان كيس شعريه فوق البيع ملزق وحش مش حلو النوع ده، اصل عليه عرض فظريف، بيتبعت بقى بعتات يا حرام. هو ده اللي اسمه فعلا زبون. وطبعا في الزبون الخطر بتاع انا ماشي بس راجع تاني. عزيزي البياع اوعى تفرح انه علشان اختار ودفع ومشي ان كده الصفقه تمت وانت بعت لا يا حبيبي ابدا، هو لازم يرجع اللي بيشتريه، غلاسه كده، راقبه كده وهو بيحاسب ولاحظ حرصه على الريسيت وانت تفهم. الزبون ده هيرجع اللي اشتراه، الزبون ده هيرجع اللي اشتراه في خلال 14 يوم المهله، او على اقل تقدير هيستبدله، هيرجع تاني، والمره اللي جايه هيرجع اقوى واجرأ واشرس.
انا ماشي دلوقتي بس راجع وهرجع حاجات. فرقوا الخالات. بغض النظر عن الجملة الغريبة دي، بس خلينا نقف وقفة كده ونرجع خطوة لورا قبل ما يتفرقوا الخالات بشوية. في أي عزومة، أي تجمع عائلي، أي قعدة، وأنت قاعد كده بتلاحظ مجموعة أنواع من قرايبك لا يمكن تخلو منهم أي عزومة. أكتر نوع بياخد العين بيشد الانتباه في عزومة القرايب دي بتبقى خالتك القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة بنك الطعام. دي اللي بتلم كل الأكل اللي فاضل من العزومة، الحلو والحادق، الناشف والسائل، السخن والساقع، الأخضر واليابس، وتعمل طبق كبير لأشرف يا حبيبي اللي ما جاش معاها، وتبقى متاثره قوي، عارفه بترص الاكل كده في الطبق عشان اشرف يا عيني قلب امه وبتاع، عماله تعمل له علب. الملفت للنظر ان اشرف ده عمره ما بيجي معاها اي عزومه من اول ما انا اتولدت، ودايما يا حبيبي ما بيقدرش يجي لسبب ما. يا حبيبي يا اشرف شخصيه اسطوريه والله، يعني لدرجه ان احنا بدانا نشك في وجوده من الاساس. في بقى قريبك المحقق يبدا يسالك عن خططك في المستقبل. مش هتشتغل بقى بدل ما انت قاعد كده؟ انا اشتغلت يا انكل. طب مش هتترقى بقى بدل ما انت شغال كده؟ لا انا لسه مترقي من اسبوعين يا انكل. طب مش هتعمل ماجستير بدل ما انت جاهل كده؟ ما انا هناقش الدكتوراه الخميس الجاي يا انكل. طب مش تخطب بقى ولا انت اتجوزت يا انكل ومعايا يوسف وجمانه يا انكل؟ طب مش تطلق بقى على المحامي ماشي في اجراءات الطلاق يا انكل؟ مش عارف تعمل ايه. مهما عملت لازم يحسسك بالتقصير والفشل. محبط جدا. هو اصلا ما كملش تعليمه ومرفوض من شغله، والديانه بيطردوه، وعمتي رافعه عليه قضيه خلع، وجاي يحسسني انا اننا فاشل. في طبعا قريبنا اللي مهاجر كندا بقاله 25 سنه وجاي بقى الاجازه اللذيذه، فقاعد في العزومه، متجوز خواجايه غالبا، بتلاقي وشه مورد كده ويتكلم عربي مكسر، ومخلف بنتين مسميهم اسامي عربيه جدا من باب الحنين الى الوطن. تلاقيه عنده زليخه وزبيده، فاهم، ويقولهم بالتشكيل طول الوقت. وتلاقيه جايب وهو جاي هدايا مش منطقيه خالص. يعني مثلا تلاقيه جايب لباباك طقم تنس بالكور، او جايب لمامتك مايو صغير، وجايب لك مضرب بيسبول ابوك يضربك بيه بعد كده، عشان يعني ده بيبقى استخدامه غالبا. عندك طبعا مرات خالك مدام نظيفه، لا منظمه قوي، الفل قوي، قرفانه قوي، دي اللي بتسلم عليك بطرطوفه ايديها كده، وبعدين تشم ايديها، لو بوستها تقوم ماسحه البوسه على طول وش قدامك، كسبش. تمسك كل حاجه بمنديل، الموبايل، النضاره، المفاتيح، تحس ان هي هتاخدهم ترفع من عليهم البصمات. وفي طبعا في اي عزومه الاثنين الستات قرايبك المتنافسين، دول اللي بيحولوا الصاله في كل مره يتقابلوا فيها لصاله مزاد علني. واحده تبدا تقول مش تباركوا لرانيا جابت 95%، الثانيه بقى مبروك يا روحي عمر كمان جاب 96%. ما هي رانيا 97% بالحافز الرياضي واتخطبت كمان، ربنا يتمم بخير، عمر كتب كتابه الخميس اللي فات بعد ما اخذ بطوله الجمهوريه في الجمباز. طب رانيا عملت ازاي ده؟ وعمر بيغسل كليه مرتين في الاسبوع. ايه في ايه يا اخوانا؟ الله يسامحهم بتوع برامج المسابقات اللي كانت دماغه دي ليه كده؟ في العزومه برضو قريبك المكسل، ده اللي تلاقيه دايما مجعوص على الكرسي كده او نايم على الكنبه في وضع سقوط حر، يعني كانه لسه واقع من السقف او من الدور الرابع حالا، فرشح كده. قريبك ده اول ما يشوفك معدي قدامه لازم يقفش فيك ويطلب منك طلب رخم وهايف في نفس الوقت. حماده حبيبي والنبي على وقفتك كده هات لي نص كوبايه 7 اب مع عود نعناع من الجنينه من هنا. ابو حميد وانت لابس كده اخطف رجلك لحد عربيتي تحت، طلع الغطا من الشنطه غطيها كويس، وهات لي كل الريموتات هنا جنبي، وهات لي طفايه من المطبخ ولف لي سجاره واعدلني كده، اعدلني في القعده عشان انا مكسل. ده اللي بابا بقى يرجع يقول لك في قعده عتاب كده، تسالش على عمك فلان ليه يا بابا؟ ما هو من عمايله يا بابا، انا لو قلت له ازيك هيبعتني السلوم اجيب تين شوكي مثلا. في بقى العم او الخال المجوداتي، او ممكن نسميه نوستالجيا مان، حب قوي الحته دي. ده وظيفته انه يكرهك في الايام اللي انت عايشها دلوقتي. تقول له مثلا فلان قريبنا كسب النهارده الحزام الاسود في الكاراتيه، يقول لك يا ولا انتوا بتشوفوه ده كاراتيه، ولا اللي بتشوفوه ده حزام، ولا الاسود ده اسود اصلا. طب الاسود ايه اعمل ايه؟ ما الاسود ده لون، يعني هيتغير ايه؟ هيتغير ايه بمرور الزمن؟ بس هو عايز يحبطك وخلاص. ده انا وانا في سنك كسبت 5 حزمه في بطوله واحده، كان زمان بطولات. بغض النظر عن كلمه حزمه اللي هو بيقولها دايما دي، اللي بتبين ان هو ما يعرفش الفرق بين الكاراتيه وعبد المنعم ابراهيم، بس هو مصدق نفسه جدا. لو قلت له مثلا ايه انا جبت 100% في التاريخ، وبتقول لك يا هو اللي انتوا بتدرسوها دي تاريخ؟ غيروه حضرتك؟ يعني عملوا ايه؟ ممكن يعلي على نفسه يقول لك يعني هي ال100% دي 100% بتاعتكم بتاعت اليومين دول، على فكره ده رقم ثابت. تقول له انا اتقابلت في ناسا وهسافر الفضاء، يقول لك يا هو اللي هتشوفوه ده فضاء؟ فين الفضاء بتاع زمان والحاجات الحلوه؟ بس ارجع واقول لك برضو اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد طبعا. واحنا بنحب اهلنا زي ما هم كده بكل غرابتهم وامراضهم، حتى امراضهم غريبه برضو. يعني اقول لها يا ماما تقول لي جاك مو، اقول له يا بابا يقول لي جاك باو، او يا عم يقول لي عم الدبب. تخيل بقى حالتي وانا خارج من عزومه القرايب دي، عندي مو وبو وعم الدبب، منظر غريب، بس قرايبي وبحبهم. مفيش عيله مثاليه
ومفيش قرايب ما بيتخانقوش. في النهايه يعني احنا مش ملايكه، احنا بشر من لحم ودم. وده كان واضح في استقبال الطوارئ في المستشفى يعني بعد الخناقه الاخرانيه ان كان في لحم ودم فعلا، فعرفنا ان احنا من لحم ودم. السؤال بقى ايه اللي يخلي القرايب اللي من لحم ودم واحد يتخانقوا ويسيحوا الدم بالمنظر ده؟ طبعا اسباب كتيره جدا وتافهه من وانا طفل صغير وانا متابع انواع الخناقات بتاعه القرايب. على سبيل المثال في اشهر خناقه بتحصل بشكل دوري بين القرايب كل خميس كل جمعه كل ما يتقابلوا، اللي هي خناقه العيال الصغير اللي ضربوا بعض، اللي بيتعك فيها الكبار. زيزو قال لميشو انه ضعيف وشبه البنات، فميشو سخن اداله بالبنيه في وشه، وقع له سنه لبنيه. ام زيزو تصوت وتزعق في ميشو تقول انه مش متربي. ام ميشو تصور لكرامتها تاخد صف ابنها طبعا بمنتهى التفاهه وتقول ان الولد كان في حاله دفاع شرعي عن النفس. ام زيزو الثانيه تقفش برضه كلمه من هنا على كلمه من هنا، ولعت حريقه. بقى في طار بايت بين العيلتين واسنان كتير طايره في كل حته وحمام دم وقطيعه لا يعلم نهايتها الا الله. عندك خناقات الافراح، يعني مثلا قبل الفرح في الخناقه بتاعت مين عزم مين وما عزمش مين. هنا بقى تسمع الجمل الدراميه بتاعت ايه، ما احنا برضه نشرف يعني وعندنا بدل وجرافطات. يا عم حضرتك كنت محبوس، انت كنت في السجن واخد 3 سنين سجن. يقول لك ولو تعزمني وانا اعتذر، انا مالي. اثناء الفرح بقى عندك الخناقه بتاعت ليه حمزه ابن مها هو اللي مسك المصحف اللي مفتوح كده ده في الزفه قدام العريس والعروسه ومش مروان ابني؟ ليه؟ هو مروان وحش اهبل كافر ما يمسكش المصحف ليه؟ وخناقه جوه القاعه بقى ما تفهمش ليه الرقص الهستيري والتنطيط والعرق والفرهده بيعتبروا علامه من علامات الوفاء كده والمجامله والترابط. العيال خش ارقص لقرايبي، واللي ما يرقصش لغايه ما يقع من طوله ويبقى قليل الادب، مش جاي مش فرحان، مش جاي ما عملتش الواجب. في هز اعمل الواجب، ها فين الواجب؟ يلا واجب بتاع طنط فين؟ بعد الفرح من اول طريقنا للبيت لغايه ما نتفرج على الفيديو بتاع الفرح خناقات. يجي بقى السؤال اللي هو ايه معاه مصمصه شفايف كده بقى من طنط دلوقتي، يا بنتك ما قامتش تهيص لبنتي ليه؟ ليه يا حبيبتي؟ مش بتحبها ولا متغاظه منها؟ مالها؟ طب ما يمكن البنت خجوله او تعبانه او بتحافظ على كرامتها، مش عايزه تعمل الحاجات دي، مش واخده منشطات زي الناس التانية. ما تسيبوا الناس في حالها، ليه ارقص غصب عني ارقص؟ وخناقه طبعا. في بقى خناقات العزومات، اشهرها الخناقات العكسيه اللي هي لما تعزم انت حد على عشاء مثلا وهو ما يجيش، يقول له احنا صحيح مش قد المقام بس نضاف والله وبنغسل الشوك والمعالق والاطباق كويس، نضاف يعني ما فيش حاجه. حبيبي حضرتك انا كنت في العنايه المركزه برضه ما فيهاش حاجه لما كنت تعدي تاكل لقمه معانا يعني وترجع على عنايتك تاني، واحنا مش هنعتني بيك، العنايه هتطير يا حبيبي. لقمتي انا كنت معلق محاليل واحنا قصرنا، طب ما تيجي نجيب لك محاليلك ونجيب لك حاجتك ولا كتير علينا يا ابني؟ انا كنت بين الحياه والموت، كمان تبقى بين الحياه والموت جنبنا هنا وما تعديش تكبر بخاطرنا حتى. قالوا كتر خيرك، ما احنا مش قد المقام وحاجتنا مش نظيفه وقطيعه. طبعا في العزومات في خناقات تعدمني مشهوره اسمها تعدمني لو ما اكلت الورك ده، يا رب اموت لو ما ضربتش طبق المحشي ده، اله اتشل لو ما شربتش المغدى. ليه كده؟ الموضوع بيتطور طبعا للحلفان بالطلاق. طب طلاق 3 لو ما اكلت لاكون مطلق بنت خالتك اللي قاعده في البيت. ليه في خناقه عزومه اول يوم رمضان؟ تخيل اول يوم رمضان ده عند مين؟ دي خناقه، وليه عندك انت ومش عندي انا؟ هتفرق في ايه يعني؟ ما تروحوا اي حته. ايه الشرف العظيم في ان العزومه تبقى عندك يعني هتبقى انت الدوله المستضيفه لدوره الالعاب الاولمبيه مثلا؟ تتنافس في ايه؟ انتوا غاويين شقه؟ ما لسه رمضان فيه 30 يوم، لسه بدري والله لسه بدري يا شهر الصيام. احنا دايما كده المناسبات السعيده دايما تقلب بنكد كده. لا والحزينه كمان على فكره. انت عارف في خناقه على النعي؟ ايوه في خناقات على النعي اللي هو مين اسمه جه قبل مين في النعي، وليه ده قبل ده، وليه اتكتب ان المرحوم يبقى نسيب الاستاذ عادل شوكت بس من غير ما نكتب ان الاستاذ عادل ده كان المدير الاقليمي للشركه الدوليه للصناعات الدوائيه سابقا وبالولايات المتحده الامريكيه حاليا بعد التقاعد. ليه ما نكتبش كده؟ ليه عمك ما ياخدش وضعه؟ في خناقه قريبنا اللي رجع من السفر ومش جايب هدايا، او جايب لحد وحد لا، او جايب لحد اقل من حد، او جايب لكل الناس وهو لا مش جايب لنفسه، اي تلاكيك. في غير خناقات الهدايا في خناقات الفلوس. لما تخش مع قرايبك جمعيه لازم تقلب خناقه معروفه، العيديه، النقطه، قريبك اللي بيخش مشاريع ويفشل بمنتهى الحب 19 مره في حياته وكل العيله لازم في كل مره تلم فلوس عشان تنقذه، او خناقه قريبك اللي عنده مشروع بيبيع اي حاجه وانت اشتريت من بره ما اشتريتش من عند حسام. ازاي بقى يعني؟ ليه ما تشتري يا اخي من عند حسام؟ ما تقوم دلوقتي تشتري من عند حسام. يعني انت ايه اللي انت جايبه ده وحسام عنده وحش؟ في الخناقه اللي ما بين اي حد من العيله وقريبك الواسطه، ده بيبقى شخص يعني ربنا فتح يعني حظه كده، ربنا فتح عليه بمركز شويه علاقات، فالعيله كلها بتستخدمه اسوأ استخدام. طول حياته تلاقي تليفونه ما بيبطلش، معلش والنبي فؤاد عليه مخالفات شيلها، عماد عليه غرامات شيلها، زياد عنده اللوز شيلها، اعتماد قتلت واحد شيلها انت برضه، وهكذا. يتحول لمجمع التحرير. تبدا العيله كلها تزعل منه لانه ما حققش كل احلام
احلامهم وطموحاتهم. وبعدين الطلبات بتفضل تتصاعد لحد ما توصل لبند المستحيلات، اللي هو والنبي انا عايز ادخل ابني اللي نظره ماينس 30 ووزنه 357 كيلو كليه القوات الجويه. اتصرف. ولو دكتور في العيله في خناقات بتاعته برضه، لانه مطلوب منه يكشف على العيله كلها ببلاش وفي جميع التخصصات. ما تسالنيش ازاي. حتى لو دكتور بيطري هيشتروا سلاحف ويروحوا له يكشف على السلاحف عندهم ببلاش في كل حته في السحلفه او اي تخصص. مهندس بقى، مدرس، سباك، رائد فضاء، مدرب تنميه بشريه، اي حد بيعرف يعمل اي حاجه مميزه في العيله لازم تلاقي تلتين العيله شايله منه. علي عالي علينا يا سيدي من ساعه ما بقى دكتور وما بيشتريش من عنده حسام، ما يشتري من عنده حسام كمان، يعني بقى دكتور وما بيكشفش على السلاحف وما بيشتريش من عنده حسام، لا ده يوم ازرق. طبعا كمان في خناقه، انت مش عايز تتجوز بنت خالتك ليه؟ مالها بنت خالتك؟ انا مش بحبها. لا، الحب بيجي بعد الجواز. بص يا طنط انا فعليا بخاف منها، الرعب بيمشي بعد الجواز. طب يا طنط انا لسه صغير، هتعجز اثناء الجواز عادي، ولو ما اتجوزتهاش العيلتين هيتخانقوا، ولو اتجوزتها برضه العيلتين هيتخانقوا، انت عارف جواز القرايب ومشاكله. انا بقى الحمد لله علاقتي بقرايبي كلها زي الفل. عارف ليه؟ لاني بشتري من عنده حساب. ريحت دماغي. انت بتكشف على السلاحف؟ لا مش للدرجه دي، انا لحم ودم بقى. على فكره حسام عنده سلاحف، لو جبت سلاحف من بره حسام يزعل، فانا بجيب كل حاجه. احنا المصريين نموت في الهيصه والاحتفالات والعزومات والهدايا، وعلشان يبقى فيه هدايا لازم يبقى فيه مناسبه، لو ما فيش مناسبه نفتكس مناسبه، هي كيمياء. علشان كده ما تلاقيش عندنا شهر يعدي الا لو في مناسبه او 2 أو 6. الفرعون المصري جاهز دائما للاحتفال. لو اتزنقنا قوي ما لقيناش مناسبه رسميه نعمل احنا مناسباتنا على ايدنا بنفسنا. احنا صغيرين هنعمل مناسبه، اي مناسبه عائليه كده صغيره ونزيط، نطهر عيل، نقبض جمعيه، نجهز بنت. احنا بنعمل حفله للتنجيد يا راجل، بنحتفل بالمراتب والمخدات. في تلاكيك اكتر من كده. من ايام قدماء المصريين اجدادنا كانوا بيحتفلوا بعيد الفيضان. يلا النيل علي، الدنيا غرقت، زفاليط، طين للركب، الشوارع برك وحمامات سباحه وجو مش ظريف، يلا بول بارتي. فاهم؟ عيد وفاء النيل. عيد وفاء النيل ده تحس انه اصلا واحد فرعوني كان عايز يغرق مراته يخلص منها، فاستعبط وعمل الفيلم ده. قال يعني قربان وتودد وعرفان والجو ده. بص يا عم النيل والله ما تغلى عليك، يلا يا وفاء، هوبا النيل هيزعل، هوبا وفاء يلا النطه فين حلوه، يلا ها دي هديه مني ليك يا نيلنا انت سكره، خلص منها. وقال يعني لو ما عملوش الاحتفال ده في نفس الميعاد كل سنه النيل هيقفش ومش هيرضى يفيض. عيل قوي النيل ده، قفيش للدرجه دي يعني، مستني وفاء عشان يفيض؟ مش معقول. وهو دلوقتي ما بنرميش وفاء بس، بنرمي حمير ومواعين ودواليب. فين الوفاء بقى؟ فين؟ احنا مناسباتنا قديمه واصيله وليها بعد تاريخي، علشان كده تلاقينا ما نحتفلش بالساهل. طبعا جواز مثلا نعمل فرح ونحتفل بيه مره زي بقيه العالم، مستحيل، فشر. دي ليله كبيره يا معلم. جواز يعني الاتي: حفله تعارف، حفله قرايه فاتحه، حفله خطوبه، حفله شبكه تحب تضيف، حفله كتب كتاب، حفله التنجيد العجيبه ياه اللي حكيت لك عنها، حفله فرش البيت، حفله حنه، واخيرا الفرح او حفل الزفاف. لا الموضوع عندنا كبير مش هزار، جواز يا معلم. ده اهم من ماتش غانا. وساعات الاهل بياخدوا هدايا واكل وكحك وزياره وبيروحوا يحتفلوا في الصباحيه كمان. افترى عملوا حفله بعد الحفله بمناسبه الكحك. عيد الفطر، العيد الجميل بتاعنا صومنا وبتاع، احنا كمصريين بقى سميناه عيد الكحك. اختزال مسطح وطفس، تتحول كل الهدايا في الوقت ده لعلب كرتون منقرشه جواها كميه سكر بودره هتترمي غالبا لانها بتعيش في قعر العلبه من تحت، ولو ما جبتش يبقى عيبه، وكل الناس بتشتري لنفسها وبرضه بيهادوا بعض بكحك وغريبه وبوتيفور وكميات مهدره من سكر البودره وهم عندهم جوه. عيد الاضحى احنا سميناه ايه؟ عيد الفته او عيد اللحمه. انتوا بتاكلوها قرديحي. الجدير بالذكر ان العيد الاضحى ده هو العيد الوحيد اللي المفروض انه رسميا فيه قبل منه وقفه. ليه؟ عشان في ناس في الحج بتبقى واقفه. مع ذلك احنا بعون الله عممنا التجربه والتجربه نجحت وما حصلش اي مشاكل. بقى عندنا وقفه العيد الصغير، وقفه العيد العمال، وقفه عيد تحرير طابه، وقفه الفالنتاين وغيرهم. تلاكيك اي مناسبه تيجي يبقى لنا هنا وقفه. في الاعياد الوطنيه دي بتبقى مرتبطه في وجداننا بالافلام العربي القديمه. ازاي؟ شغل بقى الذاكره معايا. ازاي بقى؟ عيد تحرير سيناء، الرصاصه لا تزال في جيبي. ايوه معروف. أيوة. 6 اكتوبر، العمر لحظه مجدة مثلا. ثوره 23 يوليو دي ايه بقى؟ الايدي الناعمه. وده بيلمس مع عيد العمال ساعات، يعني بيجيبوا هنا ويجيبوا هنا. عيد تحرير طابه، بدور. والدراما المصريه غطت المنطقه دي بالكامل، هرستها جامد يعني، ما سابتش اي حاجه لخيالنا. انا اول ما بسمع قصص اللي ضحوا من اجل الوطن اول واحد بينط في دماغي الفنان محمود ياسين والنجمه ناديه الجندي. خلاص ما بقاش عندي خيال، بشوف دول بخاف منهم. عندنا بقى شويه مناسبات اجتماعيه على الماشي كده، زي عيد الام اللي هو ماما بتبقى مش عايزه اي حاجه فيه غير هديتها الحقيقيه اللي هي نجاحنا وتفوقنا وسعادتنا وغساله اطباق وطقم توابل واشاره.
صح، كل سنه كده شم النسيم. وده الهالوين المصري بقى، عيد الهلع بتاعنا. تحذيرات سنويه من ازدياد اعداد القتلى من الفسيخ، اخبار عن ضبط الكميات من الاسماك الفاسده، نصائح عن تفادي الموت بالتسمم في اليوم اللطيف ده. هلع سنوي، هالوين احنا، وما بنتوبش برضو. كل ده غير المناسبات الشخصيه بقى، اعياد الميلاد، الجواز، السبوع، التخرج، الافراح وغيرهم. وطبعا المناسبات كلها عندنا الحمد لله مربوطه بالاكل، ويبقى يومي اسود ومنيل لو نسيت مناسبه واحده من كل دول وما جبتش هديه في كل مناسبه من دول. طب بالذمه افتكر كل ده بمناسبه ايه؟ بمناسبه ايه؟ بالمناسبه مولد النبي على الابواب، يعني حلاوه المولد، العروسه، الحصان، قرص الجبس الابيض اللي بيفضل لوحده في العلبه، بيعيش كده سنين بعد ما كله يخلص. تقريبا بقى بيعملوه بلاستيك دلوقتي عشان يبقى ديكور وخلاص. سلع معمره، هي عايشه معاك، بقت خامات تانية، مش لازم تبقى سكر ولا حاجه. الاقراص دي انا بسميها خالعه الاسنان اللبنيه ومحطمه الاسنان الدائمه والقواطع، علشان ضيعت لي حاجات كتير في حياتي. قول لي صحيح ايه؟ بمناسبه مولد النبي، خير؟ معكش حاجه؟ انا يعني كنت جايب حاجه على قد كده، بس ما تغلاش عليك يا احمد حبيبي. معايا حته كده عجب، لفيت مصر القديمه كلها من ابو سالم يا معلم. بالراحه يا احمد، بالراحه بالراحه. ايه ده؟ دي فوليه؟ ايوه يا ابن اللذين. ايوه يا معلم، بقى تحت لسانك ودوق. بس دي غاليه. استنى، ايه؟ حاجه كده تحت الحساب. بس يعني يا احمد المشوار والعربيه معلش، ان شاء الله ابقى اديك قدهم اول الشهر. طب بقول لك، مش عايز حته بسيمه تبلع بيها؟ بسيمه؟ بسيمه. ومين يقدر على البسيمه النهارده؟ بص بقى، انا مش هكلمك عن ازاي تجيب هدايا حلوه. ليه؟ لان الهدايا الحلوه مفيش حد بيتوه عنها، بتبقى معروفه وغاليه وكلنا عارفينها كويس، بس يعني بنستعبط، بنستحرم، بنسترخص. علشان كده انا النهارده هكلمك في الاهم بقى، هكلمك عن الهدايا الوحشه اللي مهما حصل اوعى تجيبها. مبدئيا كده قاعده عامه، الغرض من الهديه ايه؟ انك تسعد بيها حد، مظبوط؟ تجيب هديه ليه؟ تديها لحد ينبسط، كده قضيت. صحيح. يبقى لما تتنصح وتجيب له بقى هديه كيف تخسر وزنك الزائد باسهل واسرع الطرق، او 75 نصيحه ذهبيه للتخلص من ترهلات البطن والفخاد، ممكن اعرف ده ممكن يسعده ازاي؟ مستحيل. ايه اللي ممكن يفرحه لما يحس انك واخد باله من ترهلاته؟ دي شتيمه كده مش هديه. بمناسبه الكتب برضه، بلاش الكتب بتاعت التنميه البشريه اللي هي كيف تعيش سعيدا وتتخلص من الاكتئاب والحزن وتصل للسلام النفسي، او من حرك قطعه الجبن خاصتي. مفيش اي داعي انك تفكر حد بتعاسته او فشله او جبنته او فخاده المترهله، مفيش داعي، خليك حسيس. حاجه تانية، بلاش تجيب لحد منتجات او مستحضرات ليها علاقه بالنظافه الشخصيه. ليه بقى؟ ما انت هتجيب شامبو، شاور جل، صابون معطر، مزيل عرق، حاجات في السكه دي. لا، انت مالك؟ معلش، وانت والدته يعني هتعمل لي فيها ايجابي وعملي وكده؟ لا، ده ما ياكلش، هتطلع برضه بجح بالنسبه له، قليل الذوق وشلحف. اي نعم، مش انت بس اللي شايف انه محتاج يغير ريحته، دي الناس كلها شايفه ان دي هديه ممتازه، بس برضه ما شتمك الا اللي ليفك. اوعى تجيب هديه فواحه، معطر جو، منقي هوا، دي انت كانك داخل عليه بتقول له كل سنه وانت طيب، ريحتكم شرابات مع بعض، عارف؟ او الف مبروك عربيتك مكمكمه قوي، فانا قلت انقذ العالم من القرف. خلاص، هاخد الفكره دي على استقامتها عشان ما نرغيش كتير. ركز معايا. مش هنجيب كورسيه اللي هو يظبط الكرش وده مفهوم، مش هنجيب فات بيرنر، مش هنجيب شاي دكتور منج الصيني الاصلي بيبقوا مع بعض لانقاص الوزن، فاهم؟ صيني واصلي، كل ده ما ينفعش. وطبعا مش هنجيب ميزان، لان لو الهدايا اللي فاتت دي كلها هتعذبه لحظه، الميزان هيعذبه لسنين طويله، كل ما هيقف هيشوف ويحزن. فبلاش. الهدايا العمليه بقى بتنفع ومفيده بس ما بتفرحش. علشان تصدقني يكفي انك تشوف نظره الاحباط على وش واحد بيتقدم له شرابات هديه، مثلا 3 شرابات مع بعض، او طقمين غيارات، او كلسونات وبيجامه كاستور، هدايا محبطه اللي واخدها ومش عارف يفرح. وبيبقى الاسوأ من نظره الاحباط دي اللي على وشه سؤالك الرخم انت بقى، اللي هو عجبتك الفانيلات؟ هتعجبه في ايه الفانيلات دي؟ فانيلات، انت ما تقرصش عليه بقى، انت سيبه خلاص. نصيحه عامه، ما تجيبش حاجه على ذوقك الشخصي قوي، يعني حط في اعتبارك سيكا ذوق الشخص اللي انت هتجيب له هديه. انا مره خالتي جابت لي بيجامه جينز وقابلتها بعدها في عزومه، قالت لي ايه ده انت ليه مش لابس الطقم؟ قلت لها ما انا مش هخرج ببيجامه يعني يا طنط. قالت لي دي مش بيجامه اصلا، وقعدت تاكل فراخ وتعيط. انا ما فهمتش خالص، ما بقتش عارف اعمل ايه. الاسوأ بقى من الهدايا العمليه انك تجيب لمراتك هديه جيوفيزيائيه، بايوكيميائيه، جيلي مهلبيه. الحاجات دي زي ايه مثلا؟ اما تدخل عليها جايب ميكروسكوب، كره ارضيه، قاموس المورد التخين ده، او بوصله، طقم براجل ومنقله، وهي اصلا تكون مثلا بتشتغل حكم كوره HR، حاجه تانية. المفروض انها تفرح ببرجل ليه؟ معلش، يعني هتنزل تخمس بيه في الشارع؟ يعني على الاقل حسسني اني جيت في دماغك ثواني كده وانت بتجيب الهديه، فكرت فيا، خطرت على بالك، شويه اهتمام بشلن. عكس بقى الهدايا العمليه، هي الهدايا اللي ملهاش 30 لازمه، والنوع ده بالنسبه لي مستفز
عادي جدا تتحسب عليك هديه، وممكن جدا تبقى غاليه وملهاش اي معنى ولا فايده ولا اي زفت. زي ايه؟ كل الحيوانات الفرو بكل اشكالها والوانها واحجامها، مخيفه جدا، ملمسها سخيف، بتزحم البيت، تحس كده ان انت عندك ضيوف في الاوضه طول الوقت. بس فالنتاين وحب وبتاع. فالنتاين، ما احنا بسبب الفالنتاين ده ماما مقعده دبدوب كبير على فوتيه في الصالون بقاله 20 سنه واحمر، حاجز كرسي كده، شغلته كلها انه بيلم تراب، وهو عارف بيعرف نفسه بالطريقه دي. مساء الخير يا فندم، معاك جمال الدبدوب بلم تراب. مساء الخير. لا، والحاجات دي تحس ان هم بيراقبوك طول الوقت، حاسسينك بالتوتر، تلاقي الدبدوب قاعد معوك كده وباصص لك. هدايا الكلام الفارغ دي في منها كتير بقى، مليين البيت عندي والله. في طبعا العيال الخزف الصغيره زي اللي بتيجي في علب السبوع دي، عاملين اوضاع غريبه كده. عندي كتير بقى، انا بفكر اقفل بيهم البلكونه من الكميه. في الميداليات الخشب اللي محفور عليها اي كلام فارغ، جميله بتعورك وفيها قلب وحرف وسن قاطع لك البنطلون، لطيفه قوي، تحفه. كل الكلام ده ابعد عنه، ما تجيبش حاجه خالص اكرم لك. انا عندي والله تجيب الملبس اللي بيبقى في علبه السبوع، وما تجيبش البتاع الخزف العره اللي بيبقى معاه ده. انا لما اتجوزت عمتي جت تبارك لي وجابت لنا زرافتين خشب طوال قوي بالحجم الطبيعي، مش بحجم الخشب الطبيعي، لا بحجم الزرافه الطبيعي، وبرواز كبير مذهب تخين في صوره منظر شلال بينور ويطفي، وصندوق بيلي. انا لحد النهارده بحاول افهم هي كان قصدها ايه بجد، بالذات الزرافتين الافريقي دول. هل دي رساله مثلا؟ يعني عايزه تقول لي ان انا مطور رقبتها؟ انا مش فاهم. كان عندي خال برضه الله يمسيه بالخير، كان دايما يجيب لي كل سنه في عيد ميلادي شهاده استثمار من الفئه جيم، كل سنه نفس الهديه. الهدايا دي اللي لا عمليه ولا حلوه ولا مفيده ولا جميله ولا اي حاجه، هي اسوأ نوع. لا ثواني، في الاسوأ، الهدايا قليله الذوق. لما تجيب لحد كبير في السن شويه جهاز قياس السكر مثلا، او جهاز ضغط، او مشايه غاليه وكل حاجه، بس يعني انت ناقص تجيب له عقد ايجار جديد في مقابر البساتين احسن. ليه قله الذوق دي؟ هتقول لي اصل ماما عندها السكر وبتحتاج تقيس وكده. لا، ولو برضه ما تعملش كده، على الاقل ما تجيبوش هديه، هاتوا بدون مناسبه يا اخي، خلي عندنا تمييز. وفي هدايا كده بتبقى غامضه، تفضل تقلب فيها يمين شمال، انت بتسال ايه دي، ولا ليها كتالوج ولا كتيب تعليمات ولا اي حاجه. انا حصل لي كده مع صاعق الناموس الكهربائي ده، قعدت اكتشف فيه اسبوعين، كان معاه ورقه مكتوبه بالصيني كده وانا مش فاهم. طبعا الاول افتكرته مضرب سكواش، قعدت يعني استعملته على هذا الاساس فتره، كان ظريف لحد ما لقيت انه بيشتغل بالبطاريات، ففهمت انه جهاز مساج للظهر. عجبني بقى جدا، هو بيوجع بس للظريف يعني. عملت بيه جلسات طويله، فين وفين لما اولاد الحلال فهموني انه بيقتل الناموس. كنت خلاص بتعالج من كهرباء زياده في المخ في الفتره دي، بس عملوا لي ارضي وبقيت زي الفل الحمد لله. فيا ريت ما تجيبش لحد هديه من غير ما تشرح له دي ايه. طبعا الامهات انواع، ولو عايز فعلا تدرس انواع الامهات دراسه دقيقه في 3 طرق مش هتخرج عنهم. اما انك تروح اجتماع اولياء الامور في المدرسه، وده طبعا لو قدرت تصحى بدري بيبقى وقت سخيف، او انك تشترك في جروب واتساب بتاع الامهات اللي في المدرسه برضو. بس انا الجروب ده ما انصحش بيه، لانه هيدمر لك حياتك الشخصيه، هيدمر لك جهازك العصبي، وهيدمر لك جهازك الموبايل نفسه كله. او انك تروح مع ولادك التمرين في النادي، ولو تمرين السباحه بالتحديد يكون التصنيف ادق واوضح. وانت قاعد في تمرين السباحه كده بالعين المجرده هتلقط اول نوع من انواع الامهات، وهي الام الاخطبوط. دي حاجه حلوه على فكره، مش وحشه، الاخطبوط ظريف بالمناسبه. دي بقى الخبره كلها، دي بتبقى ام بقالها فتره محترمه، معاها 3 اطفال، وانت طالع هرسه كل الحاجات في كل الاوقات، توافق عضلي عصبي مش طبيعي. تلاقيها بتقلع الولد التيشيرت بايد، الشورت بالايد الثانيه، الجزمه والشراب بالايد الثالثه في نفس اللحظه، تلبسه المايو والنضاره والبونيه والزعانف في حركه واحده. لا وايه كل ده وهي بتحل واجب الحساب مع اخته، بتغير البامبرز للبيبي، بتشرب مانجا، وبتحاسب التاكسي. جباره. في عندك بقى الام المتكهرب، دي بقى ام مذعوره ومرتفعه التوقعات، بتبقى مرعوبه ان ابنها ما يكونش في المستوى المطلوب باي شكل، او انه يبقى متخلف عن اصحابه باي نسبه، ان شاء الله 3 سم. عادي جدا انك تسمعها بتحلف الكابتن ان غياب ابنها عن التمرين الاربع اللي فات مش هياثر على امكانيه اشتراكه في سباق 100 متر فراشه في اولمبياد 2030. وتروح طبعا تقعد متوتره، هي بتراقبه، تلاقيها بتتكلم في التليفون. هم الاولاد ما خدوش هوم ورك عربي؟ حضرتك هوم ورك؟ طب تحب اكلم المدرسه؟ طب اروح للاداره؟ طب اصعد الموضوع للوزاره؟ طب تسالي لي الباقي الله يخليك تردي عليا، انا مش عارفه اعمل ايه. الهوم ورك العربي، الولد بيضيع مني، الولد اساسا في تانية حضانه وتقريبا بينزل يبل رجله في الميه. دي ما مش قصه، ليه الفولت العالي ده؟ طبعا دي يستحسن تقعد بعيد 3 رابع صف، عشان الفولت العالي، الكهرباء مع البسين مش حلو للاطفال يعني. في بقى الام اللي هي الحاضر الغائب، اللي هي بتتكلم عن نفسها كانه حد تاني. دي بتبقى مش عارف هي رايحه ولا جايه، بتكلم الواد عن حد تاني غيرها على انه هو. يعني مثلا تقول لابنها ايه، يلا خلص اكلك، ولا عايز ماما تزعل منك؟ ماما مستنياك هنا لحد ما تخلص تمرينك. انزل من فوق الشجره يا حبيبي، ماما هتزعل قوي لو وقعت واتكسرت. انا في الاول كنت فاكرها خالته او خطفاه، بس لقيته بيكلمها من بعيد يا عيني، وهي بترد تقول له ايه، ماما مش سامعاك، ماما سمع ماما، علي صوتك.
تقول له ماما برضه. في لخبطه. وعندك طبعا كمان الام الفخفخينه. دي بقى ايه تناقض غير طبيعي، عندها حالتين في نفس الوقت بيشتغلوا مع بعض، تلاقيها ماسكه ابنها سلخاه زعيق وتهزيق، اللي هو يلا يا ولد البس بقى المايو، طلعت روحي ايه قله الادب دي، مش قاعد انادي عليك من الصبح يا زفت انت واد مقرف، مين حبيب قلب ماما؟ انت بوسه بقى يا اختي، الله سكره دي، دخل رجلك عدل يا ولد، ما تخليش اضربك قدام الناس، اضربك على الرجل البقلوزه دي القمر دي يا ناس، والله يا حبيب مامي بموت فيه موت، حضن كبير بقى، حضن كبير لمامي يا زفت اتعدل، يعني رايحه منها خالص يا عيني، هربانه منها. الولد بقى تلاقيه عامل تعبير واحد في الحالتين، في الشتيمه وفي البوس، تلاقيه عامل كده، اصل شوهته عاطفيا خالص يا حرام. وفي بقى طبعا الام الرايقه بقى، لا دي عسل بقى خالص، دي ضربه الدنيا طبنجه، وضربه شعرها طبنجه او اصفر يعني حاجه زي كده، في نفس الوقت تلاقيها قاعده مبتسمه تشاور لابنها باي باي كده كل ساعتين ونص او كل تمرين والتاني، عارف، سبت واربع تطمن عليه، بترغي في التليفون، بتتشات، تسمع مزيكا، سماعات بينك، فاهم، مش جايبه معاها بقى ولا علب بلاستيك ولا هدوم ولا قماش ولا اي حاجه، معاها بتاع صغيره كده في ايديها حاطه فيها الموبايل وخلاص. لما ابنها يفرفر من الجوع خالص بتجيب له كيس جيلي كولا مثلا، وتتلخبط في اسمه، يلا يا يوسف الجيلي كولا هيبرد، يقول لها حمزه يا ماما، هو ولد واحد اللي معاه مفيش، رايقه خالص يعني، موضوع الامومه ده مش كارهه، مش شغلتها، فاهم، جايه هنا غلط، مش منطقتها خالص. في كمان طبعا وانت قاعد على حمام السباحه هتاخد بالك من ام ظريفه قوي اسمها ام الشهيد، انا بسميها كده ام الشهيد. دي الام اللي حاسه ان الخطر بيحوط ابنها من كل ناحيه، قاعده في الكرسي مبرقه عينيها متشنجه، قرصه على ركابها بصوابعها ال10 وبتصرخ بقى ابعد عن السور، ابعد عن السور، ايه العصافير دي؟ ايه العصافير دي كلها؟ اجري يا عمر، انزل تحت الترابيزه، استخبى ورا عمه، اعمل يا كابتن الولد بيغرق، الولد بيغرق، الحقوه. حضرتك ده في تمرين السباحه مش عجبها، والحرب خلصت واحتمال يعيش، مش مستاهله. وفي طبعا بقى الام البيزنس، دي الام اللي بتستغل فرصه وجودها في اي تجمعات علشان تبدا تروج لبضاعتها باي شكل كان، يعني 12 حته وبتبيعهم، ما بتكسبش اي حاجه غالبا، عندها احلام ثراء سريع، وغالبا بتستخدم ابنها كمانيكان، يعني هو ملبسها كل منتجاتها، معتمد عليه كشماعه، الستاند المتحرك بتاعها. بصوا يا جماعه التيشيرت ده قرب كده يا حماده، ده قطن 100%، في منه الموف والفستقي والبيبي بلو. بصوا الشورت ده، معلش لف كده يا حماده حبيبي، في منه ولادي، في منه بناتي، سمول وميديوم ولارج. معلش يا حماده اتقلب كده، تشوف بص حضرتك في الرجلين ده برضو شكل لطيف، ويعني ساعات يا حرام بتجرب عليه درجات الوان الميك اب، لفه الطرح والاكستنشن وحماده شغال بزنس بقى. في بقى الام البومه، دي اللي هي متشائمه بقى على اي حاجه، يعني يا دي النيله الواد ده شكله كده عمره ما هيتعلم السباحه ابدا، ما هو في ناس كده، في ناس كده لا بتتعلم ولا بينفع معاها ولا بيبان عليها اي حاجه، يعني انا حظي كده، انا حظي مايل، يعني لا تمرين سباحه ولا مدرسه يا ربي، الواد شكله هيسقط السنه دي، بيقولوا الامتحانات جايه من بره المنهج والمدرسين هيستقصدوا الواد غالبا، يعني الواد هيسقط وهيغرق وانا هفشل، ايه ليه بومه. وفي ام دي ممكن نسميها ام المجاعه، كل الامهات بتستلقى اولادها بالفوط والبشاكير والبرانس، ودي تستلقاهم بعلبه التلاجة البلاستيك اللي هي مليانه ايه، رز وخضار ولحمه مع بعض، او مكرونه وفراخ، او محشي وكفته، الجو ده يعني كانها رايحه لهم زياره في حجز، مش بقالهم ساعه في الميه، وبعدين قبل ما ينزلوا مباشره ضاربين سندوتشات بيض بالبسطرمه وحلاوه بالقشطه. طب ما انتم مروحين خلاص، يعني نص ساعه وهتبقوا في البيت، ما تعلق لهم محاليل احسن وهم في البسين. انا بتهيالي دي ما نسميهاش ام عاديه، دي الماسوره الام. وطبعا في الام الفرانكو اراب، دي اللي بتستعمل لغه هي خليط ما بين العربي نقدر نقول انه انجليزي، يعني هو بس ركيك شويه كنوع من انواع الوجاهه الاجتماعيه، وعشان الولاد برضو ايه ينشطوا الانجليش بتاعهم، يعني اللي هو يلا يا ادم البس الشوز، يلا حبيبي هنركب الكار نروح باي، سي باي لاصحابك، يلا ادي كابتن كيس وهاج، قول لهم سلام عليكم. عارف انت النوع ده من الامهات لطاف جدا. عزت انت فاهم قصدي؟ انت فاهم انا بتكلم في ايه؟ لا ما فهمتش حاجه. عزت اللي انا اقصده ان بعد كده لما يجي لك دور اب ما تعملوش. يعني اعمل ايه؟ تعمل دور الام يا معلم. انا شخصيا مش مؤمن بفكره الموضه دي خالص، ولا عمري مشيت على الموضه.
ده حتى بيسموها صيحه، همشي ورا صيحه، اي حد يصيح كده همشي انا وراه. انا بمشيش على الموضه والسبب بسيط جدا ومنطقي، انها وحشه. الناس بس بتاخد شويه وقت لحد ما تكتشف انها وحشه. امال الموضه بتتغير ليه؟ لو حلوه كانت كملت. اظن في موضات كملت وهي مش مصدقه نفسها، في موضات غريبه جدا ملهاش اي وظيفه على الاطلاق، مع ذلك شقت طريقها وكملت لغايه النهارده. عندك مثلا اول راجل وقف قدام المرايه وقرر كراجل انه يلبس فيونكه في رقبته. هل كان يتخيل ان الرجاله هتلبسها لحد النهارده ويسموها بابيون وكده وبفلوس كتير وبتاع؟ لا لا، اشك هي نفسها مش مصدقه البيبيونه. او مثلا الاوبليتات، اول واحد قرر ينجد كتافه ويغير خلقه ربنا ويبطن تلابيسه لسبب ما هو بس اللي عارفه بينه وبين نفسه. هل ده كان متوقع ان كل الناس هتمشي على خطاه للنهايه؟ برضه انا ما اظنش. غير كده الموضه بتاخد وقتها وتتكل على الله. لا، وبيجي عكسها كمان، عكسها بالظبط. يعني مثلا كان في ازمنه كانت الست المربربه المفتخره هي رمز الجمال والانوثه، وكل ما ترمي كيلو جرامات معاكي كل ما تحلو ومهرها يغلى. يعني مثلا قال لك ايه؟ ما تبطل تمشي بحنيه لا يقوم زلزال. ده كده ماشيه بحنيه، ده غير لو مدت بقى. انا مش هتكلم عن الجري، قال ان في مرضى قلب واطفال سامعيننا وبتاع، لانها لو جريت هيبقى تسونامي بقى. ازمنه تانية قلبت العكس خالص. الست الهزيله ذات الهيكل العظمي البارز هي الشيء، ده عودك مرسوم على السنجه. شفت الصغيره دي اللي هي الرفيعه دي، السنجه دي، شوف السفيفه قد ايه. او مثلا في اغنيه يقولوا فيها كنت فين وانا فين جيت لي منين، ما شافهاش، جت وعدت من قدامه مشيت ما شافهاش، رفيعه خالص يا عيني. لحد هنا الكلام ده يخش الدماغ. انما لما توصل ان لون البشره يبقى فيه مضاد، لا كده يبقى دخلنا في منطقه مش تمام. زمان كان بياض البشره مثلا شرط اساسي من شروط الجمال. قالوا زمان في الاغاني البت بيضه بيضه بيضه، البت بيضه وانا اعمل ايه؟ شوف الكلام، كلام كتير جدا تخرجش منه غير بمعلومه واحده، اللون مسيطر جدا، بيضه وخلاص. ويا عيني من كتر ما هي بيضه ارتبك مش عارف يعمل ايه. مع بدايه تحرر المراه وخروجها للنور بدا السمار يظهر. تعرف طبعا ان النور بتاع الشمس مع البشره ممكن يعمل سمار خفيف وكده. السمار ابتدى يفرض نفسه على الساحه كلون ظريف عملي بيستحمل بيليق على كل حاجه. في الاول السمار دخل على استحياء كده، حتى الاغاني كانت تقول لك ايه؟ اسمر اسمر طيب ماله. بصي محرجين كده بيبرروا كده. وبقيه الاغنيه والله سماره ده سر جماله، بيحاول يقنعنا لسه ايه مكسوفين. البنت اصلها كانت بيضه بيضه وما كانش عارف يعمل ايه. شويه شويه بدات الكفه تتوزن، بدا السمار ياخد وضعه. ظهرت الاغاني اللي بتتساءل بقى، قالوا السمار احلى ولا البياض احلى؟ مرحله انتقاليه، رايحين من البياض كده رايحين على السمار في تدريج، طالعين لغايه ما وصلنا للافتراء بقى. اسمر يا اسمراني مين قساك عليا؟ الاسمر هو اللي راكب دلوقتي ومسيطر، شاف نفسه خلاص فجر، بيقس على الناس. فاكر لما كانت بيضه ونيه ولذيذه؟ دلوقتي شفت نفسك. شويه شويه بدا الموضوع يتطور، جالنا البرونزي كسر الدنيا، ده اللي هو بني ميتاليك كده. ومن هنا بقى دخلنا في جنون التان، تان طبيعي، تان صناعي، كريمات، مكياجات. الحكايه وسعت خالص. كل درجات اللون البرونزي من البيج الهادي مرورا بالفيران الفاتح للجراي الغامق. واللي نازل الشتاء ده بالمناسبه لو تحبي يعني تلحقي نفسك اللي هو الجريج، اللي هي الدرجه اللي ما بين البيج والجراي. جنان. الحواجب، حد في الدنيا يقول ان الحواجب بيتعمل فيها كده؟ الحواجب دي مش بتعتبر من ضمن ملامح الوش برضو؟ بعدين ما بنتشطرش على الرموش كده ليه؟ حد يقول لي مش معقول. خلاص ما بقاش عندنا شخصيه لدرجه ان شويه ناس يقرروا ان الموضه السنه دي هي الحواجب الدوجلاس اللي هو الخط الرفيع قوي ده، نقوم شايلين حواجبنا كلنا فورا ونسيب خط رفيع كده عديم المعنى خالص. السنه اللي بعديها يقرروا ان هم اتسرعوا وغلطوا ولازم يعوضوا الحواجب عن الاذى ده، فيعملوا ايه بقى؟ تطلع موضه ان هم يرسموا الحواجب التخينه قوي وتتحول كل الستات لمحمود مرسي في فيلم فجر الاسلام. السنه اللي بعديها الحواجب الطويله لحد الودن، اللي بعدها الحواجب النص القصير جدا ده، اللي بعدها بقى يطلع التاتو الحواجب علشان يقفل على المنطقه دي خالص، لون مصمت لميع خالي من اي شعر. معقوله في كده؟ عمليات التجميل جننت الستات حضرتك، نفخ وشد وربط وشفط، كل ده ليه؟ عشان نحارب الطبيعه؟ طب وايه النتيجه؟ هتحارب الطبيعه والطبيعه هتقف ساكته؟ عندك 50 سنه وقررتي تتحدي الطبيعه وتتحولي ل20، تمام، تعالى نشوف مع بعض النتيجه تبقى ايه. ايه الاحسن بالذمه؟ انك تبقي ست عندك 50 سنه وشكلك ست عندها 50 سنه، ولا انك تبقي ست عندك 50 سنه وشكلك سلحفه عندها 20 سنه؟ بالعقل كده غيرت سنك بس غيرتي فصيلتك كمان. مفيش بني ادم شكله كده، محدش يتحدى الطبيعه يا اخوانا. والاكل، الاكل يا جماعه، الاكل الكائن اللطيف اللي بيفرحنا ده كمان في موضه. ده معروف ان الاكل التقليدي هو اللي بيميز الشعوب، نقوم نيجي نفتي بقى احنا كمان في الحته دي، ضاقت بينا خلاص. انا فاكر زمان لما سمعنا عن الكنافه بالكريمه الدنيا اتقلبت. كنافه بالكريمه؟ معقوله؟
كنافه بالمكسرات معروفه، انا فاكر بابا ساب البيت يوميها. احنا هنكفر ولا ايه؟ اعتبرناه خروج سافر عن العادات والتقاليد، تجاوز وخنفسه وقله ادب. مش دلوقتي بقى في كنافه بالمانجا طلعت موضه وكسرت الدنيا، مفيش راجل قدر يفتح بقه ولا يقول كلمه، كتمنا كلنا في قلوبنا وسكتنا لحد ما وصلت الكنافه للجمبري. بقى في كنافه بالجمبري في بعض المطاعم. مش عارف هو يوم القيامه قرب ولا ايه؟ ولا الريد فيلفت؟ الريد فيلفت ايه؟ الريد فيلفت دي بقى كيكه حمراء ملزقه وعيش السرايا يمسحها من على الارض. برضه سكتنا لحد ما لقينا كحك العيد. كحك العيد يا مؤمنين بالريد فيلفت. لا لحد هنا ونقف. لا للعبث بتاريخنا، محدش يمس مقدساتنا، محدش يجتهد في الكحك. ارفع صاجك فوق، انت مصري. والهتافات موضه بالمناسبه. لا اكل ايه اللي اتكلم عليه في قعده؟ ده الاكل عندنا مش لعبه. الاكل وطرق الاكل وقعدات الاكل وطقوس الاكل واسباب الاكل وتحديات الاكل وانواع الاكل. طبعا خدي بالك، انواع الاكل حاجه واصناف الاكل حاجه تانية. انا مش هتكلم بقى عن طعمه ايه وده نوع ايه، لا انا هتكلم عن الانواع، اللي هو تخصص شامل بيندرج تحته تخصصات ادق، منها الاصناف والكلام الفارغ ده. افهمك مثلا انواع الاكل زي ايه؟ زي اكل ما قبل الجواز، فتره الخطوبه بقى، دي بقى مرحله العزومات والدلع. ده نوع لوحده، تلاقي السفرة عليها ما لذ وطاب من البروتينات والطواجن، المحاشي، المشاوي، المقالي. ليه؟ حرب نفسية، عشان يحطموا إرادتك، يغسلوا مخك، يجندوكي في العيلة عندهم بعد ما درسوا عنك كل حاجة. بتاكلي إيه؟ بتشمي إيه؟ بتروحي فين؟ والقاعدة في المرحلة دي بتقول لو ما قدرتيش تقاومي استمتعي. أنا شخصياً كنت سايب إيدي في المرحلة دي خالص. في بقى طبعاً أكل بعد الجواز، ده بقى نوع تاني، بقيت الراجل بتاعهم وبقينا في مركب واحده وكاسرين عيني. خلاص تلاقي الاكل بدا يفقد عنصر الابهار. نرجع تاني للفاصوليا الخضراء، الفراخ المسلوقه، الرز اللي من غير شعريه، واذا كان عاجبني خلاص بقيت كارت محروق. لو ما بتحبيش الفاصوليا خش اعملي لك اي سندوتش من الثلاجه، بس اهم حاجه ما تمديش ايدك على الكاتشب ولا العيش السن بتاع طنط ناديه. في نوع كمان مؤلم جدا اللي هو اكل المبتدئات. ده بيبقى اول لما البنت تتجوز بتبقى فرحانه طبعا بطقم الحلل التيفال وعايزه تستخدمها، وهي طبعا ملهاش في اي حاجه خالص، فتحاول تتذاكى بقى. تعمل ايه؟ تبدا تعمل الاكل المعروف؟ لا هتتفقس، فتعمل اختراعات. قال يعني ده اكل جديد وانه عظيم واحنا اللي مش فاهمين حاجه. فتلاقي الغدا في المرحله دي بيكون عباره عن ايه؟ اقول لك المنيو بقى كده باختصار: مكرونه موف بالشعب المرجانيه وقطع الناجتس بمربى الثوم مثلا، او بيكاتا كلب البحر اللي مع صوص الكراميل والرز الهندي المحروق. الجو ده قال يعني هي لما تعمل من الصين يبقى هي كده امان. لا يا حبيبتي، مش صيني، ده مش صيني. من انواع الاكل المشهور برضو جدا اكل الافراح. ده نوع مميز. ليه؟ لانه بيدخل فيه كذا عنصر مع بعض. اولا في الاكل نفسه وفي الصراع اللي حوالين الاكل. اكل الافراح بيتقسم لفريق عمل في مسلسل كده. طبعا البطل هو الخروف النجم بتاعنا، في طبعا دور تاني سنيد الديك الرومي، وظهور خاص للكفته مع المحشي في الحلقه الثالثه، وطبعا في كومبارس ومجاميع اللي هم رز وبطاطس وحاجات زي كده. في الغالب الكلام ده كله بيبقى ساقع قليل، مش عظيم، طعمه عادي، بس ندرته في وقت الفرح بتعمل حاله من الصراع. هو ده السسبنس. في كمان اكل المتخاصمين. خش البيت من نظره واحده بس على السفره اعرف البيت ده فيه مشاكل. لما الراجل ومراته بيتخانقوا تبدا الست تقرص عليه عن طريق سحب بعض المميزات اللي كانت بتديها له كوسيله ضغط، بس تسحبها في الخباثه، مش تقطع عرقه وتسيح دمه تقول مفيش اكل. لا، هي اصيع من كده. عايز اكل؟ اهو كوسه مسلوقه وعلبه تونه مع بعض، رز بايت وشوربه منزوعه الدسم، كل طبق ملوخيه وعيش ناشف. يعني قال يعني في اصناف تقعد تحط اطباق جنب بعض ومفيش حاجه. في ضغط نفسي، عصام، قتل ناعم كده. طبعا لا يمكن ننسى اكل اعياد الميلاد بقى، اللي هو طبق ورق كده مش ماسك بعضه، محطوط فيه حته تورته بيتي عليها كريمه مسكره جدا وسايحه على سندوتش الكفته اللي لازق في الكريمه، وفي باتون ساليه مبلول، وفي كوبايه بيبسي في كوبايه بلاستيك، الكوبايه فيها فتافيت من سندوتش الكفته. دي دوره حياه طبق عيد الميلاد معروف. في بقى اكل الرحلات، اكتر منيو عشوائي ممكن يحصل في العالم: سندوتش بانيه، واحده مولتو، صباعين محشي كوسه، وسندوتش حلاوه وكيس شيبسي وقرطاس لب سوري. خليك فريش، انا في رحله. وفي بقى اكل تنظيف الثلاجه، يوم المراجعه اللي هو اليوم الحزين بتاع لما ماما تقرر تتخلص من بواقي الشهر اللي فات عشان اللجنه جايه تعمل جرد وعايزه تبدا من بكره على نظافه. فتلاقي الغدا عباره عن نص طبق كشك مسلم كده على مكرونه بشاميل اطرافها ناشفه، جنبهم طبق رز سن فيل كده، معلقتين باميه على كوسه مع بعض، ورك فرخه وريشه ونص كفتايه. حاجه صعبه جدا. ايه النشاز ده؟ وساعات ماما بقى تاكلنا بواقي عزومه من غير ما تكون عامله عزومه اصلا.
ايه ده يا ماما؟ دي بواقي العزومه. طب كانت فين العزومه؟ جباره. في حاجه بقى معلش هي مش اكل بس بتمسني شخصيا، ليا معاها ذكريات احب اتكلم عنها، اللي هي المشروبات المجمده دي بقى. لما الستات يحبوا يجيبوا الفاكهه يعصروها ويخزنوها في الفريزر لسنين طويله بدون اي سبب معلوم. تبقى عند خالتك مثلا تشرب يا حبيبي مانجا فريش، فريش واخد بالك، هي عصراها بايديها ما بتكذبش الست، بتلاقيها رايحه للفريزر تصوير بطيء، ماسكه باب الثلاجه بحرص، تفتح دخان ابيض يطلع، تمد ايديها في عمق الفريزر من جوه تلاقي فيه كيس مفعص كده لونه برتقاني، تطلعه ونبدا بقى في مرحله فك التلج. وفجاه تجيلك بكوبايه العصير، طبعا فخفخينه عظيمه جدا، بتشربي عصير في شويه ريحه توم على بصل على صلصه، تركيبه من الفريزر، والله العظيم خالتي دي سكر. نيجي بقى لاحلى انواع الاكل، منطقتي، الحته اللي انا بستمتع بيها، انا بسميه الاكل الخطير، ده اللي بيبقى فيه نسبه من المجازفه كده، في مغامره، رحله صيد الحمام وقتله ونتف ريشه، حمامه السلام الرقيقه دي، شوف الجمال، حاجه في منتهى الساديه، واخيرا نحشيه، نلسعها كده لسعه خفيفه تاخد التاني الجميل بتاعها اللي في الاخر ده. الممبار مثلا، فكره ان الواحد يحصل على الامعاء الدقيقه بتاعه الخروف دي في حد ذاتها محفوفه بالمخاطر. تخيل حيوان واقف لوحده في الغابه كده، انا هروح هجيب امعائه وهنضفها وهحشيها. احنا بنحب الحشو قوي مش فاهم ليه. عندك مثلا الشوي، حطب ونار وحرايق ولهب، المقليات زيت وطرطشه واصابات تتلسعي في الحته دي معروفه، ده اكل خطير يا جماعه. شوفي انواع الاكل كتير جدا لا يمكن نحصرهم ولا نلمهم في قعده واحده ابدا، بس كل ده كوم، واكل اعاده التدوير ده كوم تاني. ده الموضوع اللي انا عايزك فيه اصلا النهارده. السبانخ اللي بقالها 3 اسابيع في الثلاجه دي قاعده في الثلاجه عشان وحشه على فكره، مش لما تعمليها لي كور ولا تحشي بيها عجينه ولا تفركيها على وش الشوربه يبقى انا كده اشتريت. عايزه تعملي اعاده تدوير، حضرتك ممكن تعمليها حاجه واحده بس، تعمليها سماد عضوي بس. تحب اعملها لك كوفيه او لكلوك عشان ترتاحي؟ اعاده تدوير بقى، ده اكل يا اخوانا، اكل. المفروض ان اي حد بيشتغل اي شغلانه يكون يا اما هي تخصصه اللي درسه يعني هو يشتغل فيه كتير وكده، زي مثلا الدكتور، فني اللحام تحت الميه، المهندس، يا اما حاجه هو شاطر فيها وعارف زخانقها بقى جايبها من تحت كده، المنجد، الميكانيكي، المحامي مثلا، يا اما بقى تكون موهبه، يعني واحد عنده موهبه اللي هو الأويماجي مثلا والترزي، المطرب، النشال، دي مواهب، موهبه من عند ربنا. يا اما بقى حاجه يكون تكوينك الجسماني يأهلك ليها، البودي جارد، رقاصه، والحاجات دي محتاجه مؤهلات خاصه علشان خاطر تعرف تعمل كده، باستثناء الموظفين طبعا مليون مؤهلات، بس انا بصراحه بتلخبط معاهم شويه، ما بعرفش احكم عليهم. لكن لا 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 بص اقول لك على حاجه، اوعى تقول ان في شغلانه مهمه وشغلانه مش مهمه. خد بالك كل الشغلانات مهمه. يعني مثلا الراجل اللي بيقف بمناديل في الحمام ده مثلا، الناس تقول لك ايه ده ايه فايدته؟ يا خبر ابيض ايه فايدته؟ لا انا اقول لك ايه فايدته. تخيل انت دخلت الحمام ولقيت المناديل جوه لوحدها من غير المدرب بتاعها، ممكن تهاجمك، ممكن تأذيك يا اخي. ما هي ما تعرفكش، هي مش مولفه عليك، الانستراكتور بتاعها مش واقف جنبها موجود معاها كده، انت مش هتعرف تستخدمها. بعدين لازم يكون في حد مختص يشوف مشاكل الموضوع، عيوب الصناعه وبتاع، هتحتاس جوه. يعني مفيش حاجه مش مهمه. طبعا هو ساعات بيبالغ شويه لما يديني المنديل يقول لي كل سنه وانت طيب. يعني انا مش حاسس ان دخول الحمام مناسبه سعيده لدرجه انك تهنيني. بعد الشر ما هيش من السنه للسنه، لا ده مكاني الطبيعي، باجي كتير وبمشي، البيت بيتي يعني، لكن هو مهم. لا مهمين. عندك مثلا كمان عامل الاسانسير، ممكن حد يقول لك يعني هو بيعمل ايه يعني؟ لا بيعمل كتير، معلش. يا سلام، انت تعرف تسوق اسانسير كده؟ تعرف تاخد الغرزه من السابع للتاسع دي، الغرزه اللي بياخدها دي، شوف ايديه على الزراير، شوف الفن، ملاحظته للاضاءه بتاعت، انت تغمز له غمزه هو عارفك، واخد بالك، عارف انت ساكن في الدور ال30، ياخدك من الارض لل30 حته واحده من غير ما يقف في محطات ولا ترانزيت ولا قرف. البشر كلهم واقفين طالبين الاسانسير، مفيش ينفض لكل ده وعارفك. شفت الخبره؟ فنان هو. يعني عامل الاسانسير ده بيقوم مثلا بدور المحرم، تخيل 2 لوحدهم في الاسانسير وهو مش موجود. انت فاهم بقى. عندك مثلا ايه، عسكري المرور اللي بيشاور للعربيات انها تمشي والاشاره خضراء، ويشاور لهم تقف والاشاره حمراء. تقول لي فين الاضافه؟ اسكت، ما تقولش فين الاضافه. الاشاره فتحت وانت داخل خلاص معدي، بعدين قلبت وانت في نص الشارع. الاشاره دي حته حديد، دي ما عندهاش مشاعر حضرتك. لازم الراجل ده يقف ان اعدي، ما تعديش كده، يظبط الدنيا، يسيطر على الموقف. طب افرض ان انت دلوقتي مثلا واحد تاني ما بيعرفش يقرا ولا يكتب وعنده مشاكل في الالوان، يشوف بقى اخضر واصفر واحمر وبامبي وبتاع، اصلا في اشارات بتبقى منوره كل الانوار في نفس الوقت. البني ادم اللي واقف ده هو اللي محرك المساله، هو اللي مخلي المسائل طريه. يعني يا ريت بقى نفكر بره الصندوق ونبطل نصدر احكام بشكل عنيف كده. في بقى السايس اللي بيظهر لك فجاه وانت خارج من الركنه خلاص، هوبا يقوم جاي يوجهك بقى. عارف النوع ده؟ بص يا باشا، اكسر شمال واطلع على طول كده في الشارع على طول. لا والله فعلا امشي في الشارع على طول ممكن. طب وبعدين بعد ما امشي على طول هتسيبني لوحدي؟ ارجوك ما تسيبنيش لوحدي، خليك معايا، كمل معايا، دلني، ارشدني على بيت مستقبلي، امشي ازاي؟ تعالى قول لي. يعني انا بقول احسن ما يشحت برضه ولا يمد ايده.
خد بالك الشحاته برضو ده مجال وله مواهب وشغلانه. يعني انا اتذكر الشحات الكلاسيكي بتاع زمان لو بدا ينقرض بالفعل. يعني الشحات التقليدي ده اللي هو اسمه الحركي شحات ابو كف، اللي هو بيجي يمد ايده عادي، يلبس لبس مقطع، يستخدم جمل عاطفيه، ادعيه محفوظه، حسنه قليله تمنع بلاوي كتيره، انا لك فعل الخير والثواب، التقليدي فاهم، حاجه قديمه زي ده انقرض. مفيش بقى، هو مش متابع الشغلانه بتتطور، مش ابديتد بالجديد في مجاله، وما ده كده مش صح، هو ضيع نفسه في حاجات اظرف كتير. عندك مثلا الشحات اللي متغرب ده بيحكي قصص روائي، الراجل ده روائي طبعا له احترامه، عنده دايما لازمه اللي هي وانا نفسي اروح بلدي، دايما يتكلم كلام وفي الاخر يقفل وانا نفسي اروح بلدي. ده بيبقى عنده قصه مش مؤثره اطلاقا، مجملها ان هو ضفدع بشري مصري رميته طياره هليكوبتر في المكان ده، يقول لك انا حضرتك من قريه السمبساوي وزور ابن خاله امي، وتذاكر القطر داس عليها وهي بتشرب، وفلوس التذكره اتسرقت بعد ما اتحرقت، وفي الاخر وانا بدي اروح بلدي، يقوم قافل الكلام بنفس الحته دي. فهمت؟ ده تعمل معاه ايه بقى؟ ده تطمنه، ده مش محتاج فلوس، ده عايز يطمن، عايز احتواء. انا بقول له كده، بقول له ما تقلقش، الاسبوع اللي فات قابلت حوالي 18 واحد في نفس حالتك، كلهم من قريه السمبساوي، كلهم معانا هنا، ومفيش حد في بلدكم خلاص دلوقتي، خليك معانا، يعني لو رجعت هتلاقي بلدك فاضيه، خليك معانا بقى. يطمن، هو كده اطمن. في بقى نوع من الشحات صايع جدا، محتاج تدريب ومحتاج قبضه قويه، خدت بالك؟ ده الشحات اللي بيدخل عليك مادد ايده بالسلام، هو بيسعى للسلام، عنده رساله السلام، اسمه العلمي ذا هاند شيكر. ده طبعا ايه، بتضطر تسلم عليه، قفش خلاص الراجل خد ايدك تاني، يفضل قافش في ايدك لحد ما يحكي لك تاريخه بالكامل، ذكرياته، آلامه، عجزه، كل مقاسيه. ده الحل بتاعه ايه بقى؟ انا اقول لك بقى، تعمل نفسك محتاج تطلع فلوس بايدك، تسلد ايدك، تخلع، ما يشوفكش تاني. اصل هي محتاجه، فاهم، محتاجه سنس عشان تتعامل معاه. التويست ده هو اتمرن وعلى قبضته، وانا اتمرنت هنا في الدماغ. في بقى الشحات الرياضي بقى، البطل الاولمبي، يجري جنبك من غير ملل او يأس، جنب عربيتك، منتهى الرشاقه والثبات، عالمي. ده ميزته ايه بقى؟ لو ما اديتلوش حاجه ما يزعلش. ليه؟ روحه رياضيه، اولمبي. النوع ده بقى لما بيعتزل بيدرب السايس اللي بيجي لك جري وانت خارج من الركنه، اشتغل مدرب فاهم اللفه. في عندك كمان نوع شحات ذكي جدا ورومانسي. بص، هو رومانسي سلاش انتهازي، عشان لو عايز تسيرش عليه. بيستغل لحظات التوهج العاطفي بين المحبين، بيقتنص اقصى حالات الضعف الانساني الشفاف، ويعتمد على ان مشاعرك بتكون محلقه في اعلى درجاتها دلوقتي، ويقرص بقى واطي جدا. واخيرا النوع الاكثر رعبا على الاطلاق، الشحات الزومبي. لا ده وحش، ده اللي بيظهر في منطقه من الاثنين، يا اما تلاقيه في المقابر وانت طبعا معيط ومتاثر وعامل ده هيرحمك، يخش بقى يكمل عليك لان انت بالنسبه له انت جاهز. الشحات الزومبي اللي من النوع الثاني ده الشحات المسرحي بقى، ده راجل بيفهم في المكياج، اكسسوار، ملابسه، حاجته، واخد وقف اضاءته، يتكلم بصوت فيه هزه، يتنفس بصعوبه، يتكلم بالاشارات، طبعا معاه كميه اشعه وروشتات مضروبه بالهبل. ده على فكره ده هايل جدا. انا مره شفت اديته فلوس، قلت له بص انا على فكره مش مديك فلوس عشان تتعالج، لا فكك، انا هارش، انا زميلك بالمناسبه، فنان وكده، وانت عجبتني يعني، انا اشكرك، بس خف الميك اب. حط الفلوس في الروشتات وطلع يجري، فقلب اولمبي فجاه وبقى زي الفل. بقول لك ايه، بص انت عارف المشهد بتاع النهارده اتلغى، انا كنت محتاج 20 جنيه عشان اجيب غدا بس، لان انت عارف انا من قريه السمبساوي اساسا وبحتاج نقل دم. لا، ما انا هروح انا اجيبهم لك انا من عند الحاجه دلوقتي. لا اصل انا قاعد هنا بقالي كذا يوم. ما هاجي لك بقى بعد كده. بقول لك سلم عليا. طب يا عم بقى حل عني بقى يا عم، انا بشحت منك. ايه الناس دي؟ الأسطورة بتقول إنك علشان تقدر تصنف أنواع الستات في طريقتين، والاتنين ما بينفعوش، فما تحاولش تفهم حاجة وخليك في حالك. أنا مع الستات بالذات ما بحاولش أفهم، أنا بس بحاول أرصد الأنواع اللي بشوفها في حياتي على قد يعني. أول نوع هنبدأ بيه علشان نفتح نفسنا هي الست الموديل، اسمها كده، دي اللي بتفني زهرة شبابها في الجري ورا الموضة، طول الوقت على سنجة 10، فول ميك اب، كعب عالي، مفيش في تاريخها أي صورة ليها بشكلها الأصلي أو بطولها الحقيقي. دي اللي بتفكرنا بنجمات الدراما التلفزيونية بتوعنا بقى، اللي بيصحوا يتمطعوا على السرير والروج بيلمع والقصة متستفة بالشعرة. في ناس بتشوف الست دي واحدة شايفة روحها وما بتفكرش غير في نفسها، لا أنا شايف العكس تماما. يمكن هي بتعمل كده علشان خاطرنا، خايفة علينا، مين عارف لو واجهتنا بشكلها الحقيقي هيحصل لنا إيه. دي ست بتتعب واللي في جيبها مش ليها. مشكلتها بس إنك على ما تبدأ تتعود على شكلها بتكون غيرت اللوك من الأول خالص، فيعني بتحس معاها بالغربة طول حياتك تقريبا. في طبعا الست العمليه، دي عكس المدندشه المتغيره اللي اتكلمنا عنها دي خالص، بنطلون، تي شيرت، جزمه فلات، كحكه، بتقرقط ضوافرها غالبا، ويوم لما تتدلع بقى تحط كلونيا، مش برفيوم، لا كولونيا. دي ميزتها انها 5 دقايق وبتكون جاهزه، بس عيبها انها ساعات بتفكرك بابن خالتك سنه كده فتقفلك شويه. ولما تفكر تفاجئها في يوم رومانسي وتجيب لها ورد وشمع والجو ده، بترمي الورد طبعا علشان بيلم نمل وقرف،
وتشيل الشمع في كيسه سمراء وتحطه في الصندره علشان هنولعه النار هتمسك في الستاير او العيال هتاكله عشان ريحته برتقان، والجو ده عمليه قوي مجرمه. كمان في الست الذكيه المستقله، ست مثقفه ناجحه فاهمه قاريه مستوعبه الاشياء. ميزتها انها ست يعتمد عليها، شخصيه مستقله تتفشخر بيها في كل القعدات والنقاشات. مشكلتها بقى انها بتبقى هرشاك دايما، فما بتعرفش تصيع عليها ولا تحور. ومشكلتها كمان انها ساعات بتهنج منك عادي يعني ده عيب الاجهزه الذكيه كلها للاسف. في بقى الست الام، حتى لو ما عندهاش ولاد. كان معانا في الجامعه في بنات كده، ام في نفسها، بتحتوي الكل، بتراقبهم عن بعد، بتخاف عليهم، مستمعه ممتازه، بتاخد قرارات. طبعا دي مأوى لكل جريح وامين سر كل المشاكل العاطفيه لصاحبتها، وبتقول حاجات من بتاعه الحجاج من وهي صغيره، اللي هو ربنا يا ابني يهدي سركم، هي لسه شباب. مشكلتها انها ساعات بتهرب منها فعلا بقى وبتأفور شويه، فتلاقيها تبدا تكلم امهات اصحابك بجد، او تدخلك الفانيلا في الحاجات وانت ماشي. ام خالص. في عكسها تماما اللي هي الست الكيوت، اللي هي طفله في نفسها طول الوقت، برضه بتلبس بينك بس وحاجات بتلمع جليتر بكثافه، حاجاتها عليها قلوب كتير او شخصيات ديزني، ساعات تعمل ضفيرتين كمان عشان الجو يكمل. بتتكلم بقى زي مرحله الحضانه كنوع من انواع الدلع المرئ، يعني تقول لك انا مش اعرف اكل سمك علشان الشوك، او انت مش سيبني لوحدي وامشي عشان خاف. عكسها بقى الست الراجل، بالمعنى اللطيف على فكره. الست الراجل دي مش الست المسترجله، دي حاجه حلوه يعني، اللي هي معاك كده، تحب افلام المعارك، ليها في الرياضه، تحب تسافر كحرطه، تموت في قعده القهوه وبولات الكوتشينه، بتاكل اكل ملوث من عربيات سيئه السمعه، تعرفش تهري مع صاحباتها زي البنات في العلاقات العاطفيه، واحداث الحلقه 435 من المسلسل التركي، وتاني محل على ايدك الشمال في الدور الثالث من المول. لا 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 لا، دي معانا، دي ست جدا، بس نظام التشغيل نفسه رجالي شويه. وفي بقى الست المنسحقه، دي اللي شعارها في الحياه هو ان الست زي الجلاش، جمالها في ضعفها، فتلاقيها يا حرام موافقه دايما وما عندهاش اي رأي في اي حاجة، لعب سلبي ممل كده وملوش طعم، بس مضمون وبيجيب اجوان. تكنيك غريب في العيشة بصراحة، يخليك مش عارف تحدد حالتك، مرتاح ومتغاظ ومتعاطف ومضحوك عليك ومتورط كده، جلاشة. في الست البوتاجاز، عارف صندوق الشكاوى والمقترحات؟ دي بتبقى من غير مقترحات، شكاوي بس. طبعا دي صاحبة الشعار الكلاسيكي الشهير اللي هو يا ميلة بختي ياني، بيبقى على طول كده معانا في كل حاجة. ده شعار الليلة وكل ليلة، على طول في مقارنة دايما مع القرايب والجيران ومراتات لاصحاب ومراتات لاخوات، بيوتهم، ستايرهم، عربياتهم، جنوط العربيات، عيالهم، المدارس، السجاجيد، اوردراتهم، بوستاتهم على الفيسبوك، مقارنة وغلوية وبوتاجاز، ومفيش حاجة بترضيها. الست دي بقى اللي يتجوزها بجد يبقى يا ميلة بخته ياني. في طبعا الست المتفرجة، دي عسل جدا، دي بقى اللي انت تقدر تقنعها باي حاجه في الكون، بتصدق اي حاجه يا قلب امها، بريئه خالص. دي اللي بقى لها 15 سنه تكلمك تسالك انت فين، تقول لها انا على الكوبري وربع ساعه واكون عندك وبتاع، فتقوم هي تسخن الغدا وانت اساسا في السخنه مع اصحابك مثلا. وكل يوم على كده بقى، غلبانه بشكل، وبتضحك على معظم افيهاتك البايخه عشان خايفه يا عيني يكون في افيه حلو هي اللي مش فاهماه. عيبها الوحيد ان قلبتها وحشه قوي، ولو قلبت عليك مره مش هيجيلك نفس تقول افيه بقيه حياتك. عندك الست المفتريه، دي جبارة بقى ما بتتهدش، شخصيتها قوية وصوتها عالي ولسانها أطول من الأوتوستراد. دي دخلت حياتك علشان انت كسلت تحمل الأنتي فيروس بس، بتخش تسيطر على كل حاجة، تلاقيها ماسكة الميزانية، بتديك مصروفك، تحدد مواعيد النوم والصحيان، أوقات الفسح، أماكنها، الناس اللي هيجوا والناس اللي لأ، تختار لك لبسك، رنة موبايلك، فيلم السهرة، طبعا هي اللي تمسك الريموت كنترول وتهنج لك كل حاجة. بص من الآخر استسلم، انت حتى لو حلمت مجرد حلم انك تأذيها، بتوع حقوق المرأة هيجوا يمسمروك من ودانك في الحيط، لأن غالبا الستات اللي من النوع ده بيبقوا واصلين. في المواقف اللي زي دي لازم تفكر بره الصندوق عشان احترامك لنفسك، يعني قول لنفسك انك انت ممسكها كل حاجه علشان تسلت ايدك انت وتشتري دماغك وتقعد بيه في نفسك كده. معلش هتقولها كذا مره قدام المرايه، هتحاول، هتلاقي نفسك بقيت متصالح وظريف، ويبقى خد كيس الزباله معاك وانت نازل، ما تتكسفش. في بقى الست المثاليه، حلم كل شاب، اللي هي خليط من مميزات كل الانواع اللي فاتت دي، جميله، جذابه، لطيفه، شيك، ذكيه، ودمها خفيف، محبوبه ومش حقيقيه. مفيش حاجه كده صدقني. لو لقيت واحده بالمواصفات دي اهرب، لانها هتبقى غالبا بسم الله الحفيظ مش حقيقيه. مش حقيقيه يا كبير. اوعى تفتكر انك كراجل تقدر تقارن نفسك بالستات، انسى.
الستات دول عندهم قدرات خارقه يا معلم. بذمتك انت تقدر تفرق ما بين البيج وسن الفيل والكافيه واللوزي والبندقي والكاكاوي؟ مستحيل. مش بالنسبه لنا احنا كرجاله دول كلهم بني او اخضر تقريبا؟ هم بيقدروا يفرقوا بينهم بنظره واحده. يعني واحنا بندهن البيت مثلا بتبقى الغلطه بحادثه زعل، نعيد الوش الاخير ده كله من الاول علشان هي قالت للراجل عايزه الريسبشن كافيه، والغبي زود اللبن وعمله لها لاتيه، الحيطه كلها تترمي. الغريب بقى انها بتقدر تشوف الفروق اللونيه الدقيقه دي، بس ما شافتش العربيه النقل الحمراء اللي ماشيه قدامها على الدائري ولبست فيها بسرعتها وما شافتش طلعت لها منين فجاه. يمكن لو العربيه كانت كاكاوي كانت شافتها مثلا. الستات كمان عندهم قدره خارقه رهيبه، الذاكره. ومش اي ذاكره لا مؤاخذه، لا معلش، عندهم ذاكره انتقائيه جدا، تفتكر لك حاجات من 35 سنه وبالتفاصيل. تقول لك فاكر لما زرتك في الشغل سنه 84 وكانت نيفين السكرتيره لابسه جيب ليلا فوق الركبه وصندل 9 سم هافان، وجات لك قالت لك ان مدام ميرفت اللي في الحسابات اخذت اجازه يومين، وشك اتقلب ساعتها. اتقلب ليه؟ ها؟ في 84 تفتكر كل ده بس تنسى يوميا الرز على النار عادي وتاكله لنا وهو شايط بالعافيه. لو قلت لها نص كلمه تقول لك جل من لا يسوى. وانا افتكر ايه ولا ايه؟ افتكر ايه ولا ايه؟ الله. طبعا من اهم قدرات الستات الخارقه على الاطلاق هو جهاز كشف الكذب. اثر وقول بتكلم مين في التليفون، او رحت فين بعد الشغل، او كنت بتتودود مع مامتك بتقولوا عليا ايه، بدل ما تضطر تقولها بالطريقه الصعبه. هي بتعرف على فكره صدقني. انا مره رحت السوبر ماركت ومراتي كلمتني بتقول لي انت فين؟ قلت لها انا في الصيدليه عادي، قلت اجرب كده. قالت لي طب هات لي علبه سمنه من الصيدليه الحلوه اللي انت فيها دي. رهيبه. كمان في قدرة خارقة شبه القدرة بتاعت كشف الكذب دي، هي القدرة على استشعار الخطر. تصحى الصبح تقول لك أنا قلبي مقبوض النهاردة مش عارفة ليه، من الصبح كده. بس يا معلم حضر البدلة السوداء ولمع الجزمة علشان تقريبا طنط إحسان حصل لها حاجة أو أنكل عوني عمل حادثة. ما بتجليش. في كمان قدرة خارقة عظيمة عند الستات، الفاير سيستم، انذار الحريق. تبقى الخناقه لرب السماء والبيت مولع نار والغلط راكبها من ساسها لراسها وموقفها سيء جدا في القضيه وكل الادله ضدها وخلاص لابساها في ثانيه تشغل الفاير سيستم. عياط، دموع، كتير في ثانيه الموقف يتقلب لصالحها. يبداوا بقى كل الشارع يصالحوها ويرضوها ويعتذروا لها، وشكلك طبعا بيبقى زباله. قدره خارقه دي ولا مش قدره خارقه؟ خارقه طبعا. طبعا اشهر قدره خارقه عند الستات هي المالتي تاسكينج، او باللغه العربيه المهام المتعدده في نفس الوقت. تلاقيها واقفه بتخبز كوكيز بالشوكولاته، تخيط الكاب بتاع سوبرمان، بتلبس سبايدر مان اللي هو ابنك الصغير الماسك بتاعه، بتحل واجب الماث، وبتسمع اسباب فشل الحمله الفرنسيه على مصر، وبتعمل نعناع لحماتها، بتنفخ بلالين للحفله، وبتحاسب المكواجي وبتشطف البواب. في نفس الوقت جوزها بقى يبقى قاعد بيشرب شاي، لو سالته الساعه كام يقول لها اجاوب ازاي يعني؟ مش شايف ايدي مشغوله؟ اشرب شاي وانا عندي 100 مخ. في قدره خارقه قوي بقى، الستات بيسوقوا العربيه لمده 20 سنه متواصل من غير ما يفتحوا الكبوت ولا مره واحده، ولا يعرفوا حتى كبوت العربيه بيتفتح منين، لا زيت ولا ميه ولا قطع غيار ولا ليهم فيها. مش دي القدره الخارقه. الخارق في الموضوع ان العربيه بتبقى ماشيه معاهم زي الفل اكتر مننا احنا. انت متخيل؟ عندك مثلا الفصال ده قدره خارقه برضه، ده فوق الخارقه بمحطه. خش انا ومراتي المحل، تساله على سعر حاجه يقول لها 120 جنيه، تقول له 8.5. انا بتكسف عايز انزل تحت الفاترينا. تلاقي البياع بيقول لها طب ما نخليها 12. يا قذر ده انا اتكسفت لك، اتكسفت عشانك. تقول له 10، يقول لها طب عايزه قد ايه؟ الله، عملت كده ازاي؟ انا لما بروح لنفس البياع اقول له بكام يقول لي 120، اقول له 115 يقول لي لا يا باشا تخسر معايا، اتفضل ما تعطلنيش. الله. طبعا في القدره الخارقه على التنكر بدون معلم، موجودة عند معظم الستات. تقدر تقول لي ايه علاقة الست اللي قاعدة جنبك في العربية وانتوا رايحين الفرح بالست اللي كانت واقفة بتحمر الفراخ في المطبخ من نص ساعة؟ مفيش. إنسانة تانية خالص. لو شاطر طلع الاختلافات السبعة هتدوخ. من الآخر لو في ست جدعة في حياتك يعني انت معاك سوبر هيرو في حمايتك طول الوقت. مشكلة السوبر هيرو ده حاجتين الحقيقة، ان هو اللي بيتصل بيك وانت في الشغل يستنجد بيك، وانه بيحتاج مبلغ من المال كبير شوية أول كل شهر. حقها ولا مش حقها؟ حقها. من غير مقدمات كده، سؤال مباشر، ايه أغلى حاجة عندك؟ لا يا ابني انت ارتبكت ليه كده؟ هو انا هقلبك؟ ده سؤال فلسفي، ما تقلقش انا مسطوره والحمد لله. الصحه هي اغلى حاجه عندنا، وبما ان احنا ما عندناش اغلى من الصحه، انا قررت ان ادخل في الموضوع مباشره وهرجع لايام الشقاوه تاني، وهقول لك ازاي تحافظ على صحتك في 30 ثانيه. شويه نصايح سهله بسيطه تساعدك تحافظ على صحتك وتعيش سعيد في 30 ثانيه.
لا لا مش هتعيش 30 ثانيه، انت هتعيش النصايح في 30 ثانيه، لكن هتعيش كتير ان شاء الله او حسب ظروفك. انا مش هفتي يعني. اول واسهل نصيحه هتكون عن الاكل. يلا معايا كده، تفتكر عشان تحافظ على صحتك نعمل ايه في الاكل؟ يعني انت قصدك اخد بالي من اكلي. ايه اللي تاخد بالك منه؟ مش فاهم يعني. تلبسه تقيل مثلا؟ بص نصيحتي الاولى ليك في كلمتين: ظبط اكلك. ازاي؟ انا شخصيا احب اظبط اكلي، يعني طبق الفول ده اظبطه تظبيطه عجب، زيت، كمون، طحينه، ترشي، بتنجان مخلل، ب7 جنيه عيش بلدي مفقع، تظبط الاكل ظبطه معلمين. اسمع مني انا بقى، عايز نظام غذائي حقيقي تمشي عليه، كل عادي، كل كتير، استمتع وطلع لسانك للرفيعين اللي مش حاسين بالمنجاهه دي. هتقول لي طب والرجيم والنظام الغذائي شوف يا ابني، الرجيم ده اتعمل بس عشان يكسروا نفسك ويحسسوك بالقهر. كلام فارغ، ارجع للطبيعه الام وانت تصدقني. شوف البقره مثلا، البقره بحجمها ده كله بتاكل ايه؟ طول النهار ما بتاكلش غير حشيش ناشف وشويه حشرات، يعني عامله دايت كيميائي، وبرضه بتتخن وبتكرش وبتتشتم عادي. وقول لها يا بجره استفادت ايه من الرجيم بتاعها؟ قول لي انت استفادت ايه؟ لو احنا المفروض ناكل خس وجرجير وشوفان، كان ربنا خلق لنا الانياب دي ليه؟ نكفر بقى؟ مفيش الكلام ده، نكفر. الانياب دي التصميم بتاعها معمول عشان الطرب والممبار والريش. اهي بص، دي شكل جرجير. الوقت الوحيد اللي تاكل فيه الخس يكون وانت مستني البانيه يتقلي، البطاطس تتحمر، الرز يتشرب، الجيلي بالموز يمسك نفسه في التلاجة. بس غير كده انسى الكلام الفارغ ده، تمشيش ورا الاشاعات. لو الدكتور قفش وقال لك كل مسلوق ومشوي، عادي. هناكل ايه؟ هناكل ليا مسلوقه ومارشميلو مشوي. دايت ولا مش دايت؟ بس تطلع وش الزبادي على جنب عشان تبقى تاكله بالعسل لوحده لو حبيت يعني. خلاص فهمت كده؟ كل عادي. يبقى اول نصيحه ايه؟ هتظبط اكلك. النصيحه التانيه بقى الرياضه. يعني انت قصدك بقى ان احنا ناكل كل اللي احنا نفسنا فيه، بس نلعب رياضه ونتمشى عشان نحرق اللي احنا كلناه ده. عشان تحرق. لا الكلام الفارغ ده. بص حضرتك اقول لك على حاجه، انا ابويا الله يمسيه بالخير لما تم 40 سنه قرر انه يبدا يمشي 3 كيلو في اليوم. بعد بكره هو هيتم 72 سنه واحنا مش عارفين هو وصل لفين، مش لاقيينه من ساعتها. شوف بقى انت ال3 كيلو في 32 سنه، زمانه في نيو دلهي او في المنصوره، انا مش عارف. ده كله بسبب برنامج رياضي نصحه النصيحه السوداء دي. نصيحتي ليك شفر كل القنوات الرياضيه، القنوات دي هتدمر اسرتك. اسالني انا، فان مراتك تتفرج على الشباب اللي هم الدواليب دول بعدين تبص لك، انت مش هتحب نظرتها. اسمع مني، انا خايف عليك. شفر القنوات الرياضيه الان او فلتصمت للابد. وهرجع لك تاني للطبيعه الام. الارنب رمز الحيويه والنشاط والجري والسرعه والتنطيط، متوسط عمره كام سنه؟ سنه. المعمر الشقي في الارانب اللي فيهم بيكسر السنه، بيكمل حياته عاجز يا عيني لانه حرق على المكنه جامد. السمكه اللي فاحته نفسها عوم تروح كرول وترجع باك ودايفنج وبتاكل اعشاب مرجانيه وجمبري مسلوق، متوسط عمرها 4 أو 5 سنين بالكتير، دي لو عايشه بره كمان. وتقول لي الرياضه بتطول العمر. الرياضه دي بدعه حضرتك طلعوا لنا فيها عشان الزياده السكانيه، عشان الناس تعرق وعددها يقل. نصيحتي ليك سيب نفسك، ما تقرصش على المكنه ودلعها في الغيارات وريحها في المطبات. نصيحتي اللي بعد كده عن التدخين، اوعى 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 تشرب شيشه ما تكونش بالنعناع او الليمون، بالذات في الشتاء. اشتري مني، ابعد عن التلوث وافتح شباكك، دي نقطه مهمه جدا. افتح شباكك كل يوم ساعتين على الاقل يوميا، ويستحسن لو وقت الذروه اللي هو وقت خروج الموظفين والمدارس، وابدا شم. ليه؟ تاخد مناعه، عوادم، قشر الرز المحروق. شهرين وهتبقى اسد. التدخين السلبي بالنسبه لك ده هيبقى معطر جو، صدرك يبقى حديد. لو انت ساكن في منطقه راقيه او نظيفه لا سمح الله، ممكن تحوش قشر الرز بتاعك وتحرقه في الجنينه بمعرفتك مع الاسره، تقضي اوقات لطيفه مع بعض، بيبقى جو لذيذ. هقول لك تاني، تامل في الكائنات اللي حوالين منك، بص اتعلم، ارجع للطبيعه الام. لا طبيعه ايه بقى؟ ما انت عمال تقول لي الارنب وحش والبقره وحشه والعمليه بايظه خالص. لا 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 لا، سيبك من الناس دي، اعمل زي الناس التقيله العقل الراكزه اللي ملهاش في الفرق والفرهده، اللي فهموا الدنيا صح. السلاحف يا معلم 300 سنه وانت طالع، محركتش عضله في حياتها، من الصدفه للاكل ومن الاكل للصدفه، مرتاحه كده. الله، ولا النوم ده لعبتي بقى. لا لا لا، ده انا بعمله وانا مغمض عينيا. مفيش يقول لك النوم كتير علامه غير صحيه، ده كلام فارغ. ده الجنان بعينه. الانسان بيصحى ويشتغل ويشقى على امل وحيد، هو انه يروح ينام تاني. النوم يا اخوانا اجمل 15 ساعه في اليوم، جسمك مرتاح، مفيش ازعاج، مش مطلوب منك اي حاجه، تقدر تحلم باللي نفسك فيه، مفيش قيود، حريه. انا ساعات اصحى من النوم، اقعد في السرير كده اقول لا، واقوم نايم تاني. مفيش، لازم تبقى الحاجات مظبوطه، ما انبسطتش افصل. النوم بيحل كل المشاكل، بينهي كل الازمات، بيجدد كل الحياه، بيسكت كل الاصوات، بالذات اصوات زن العيال. واللي يقول لك انه بينام زي الاطفال، بينام بسرعه وكتير وكده، اعرف انه ما عندوش اطفال او النت قاطع، ما تستغربش. انا شخصيا نفسي اعيش عيشه السلحفه دي.
صدافتي، هدوئي، انتختي، العيال وامهم ما يقدروش يدخلوا عليا الصدفه، وحاجه 100%. اخر نصيحه بقى في موضوع الصحه ده، نصيحه تتعلق بصحتك النفسيه. اهم حاجه نفسيتك. ابعد عن اخر 4-5 حلقات من المسلسلات التركي والهندي، ابعد عن مراتك في وقت اذاعه الحلقات دي، تجنب جروبات الواتساب قدر المستطاع، بالذات اللي ليها علاقه بشجره العيله او اولياء الامور. ما تقبلش صداقه حد على الفيسبوك اسمه مشاعر فياضه او اسيد الاحزان، انسى. ما تحضرش مناسبات عائليه الا في الضروره القصوى او تحت تهديد السلاح. وابعد عن اي حد في الدنيا يقول لك ازاي تحافظ على صحتك والكلام الفارغ ده، بس ما تبعدش عني. ليه بقى؟ ما عنديش اي سبب، يعني انا حاولت ادافع عن نفسي فشلت. انت عامل ايه؟ ازاي الصحه دلوقتي؟ احنا زي الفل يا معلم. كذاب. انت مش عشان عملت دور دكتور يبقى تقعد تفتي في الامراض والطب والكلام ده، لكن انا افتي وهتكلم تحديدا عن دور البرد. مفيش واحد ما جالوش دور برد في حياته، والبرد هو بس كل واحد لما بيجيله دور برد بيتحول من شخصيته لشخصية تانية خالص. انا بقى هكلمك عن انواع الناس لما بيجي لها دور برد. عندك مثلا المريض الشجاع، ده اللي بيتعامل مع البرد بالانكار، اللي هو انا حلو وهو زي الفل، مالك ما عنديش برد وانا قاعد تبصني كده ليه؟ تسال ليه؟ انا حلو تمام اهو. يا ابني الانكار مش هيفيدك، دي مش رجوله خالص. عايز تبقى شجاع واجهه، والاعتراف بالمرض اول خطوات العلاج على فكره. وامسح مناخيرك اللي عامله لا مش انت، التاني اللي هو الشجاع. في كمان المريض اللطيف المتفائل البشوش، ده اللي بيشوف ان دور البرد فرصه لطيفه انه ياخد اجازه، انه يرتاح، ينفرد بنفسه، يقضي شويه وقت في السرير، يتامل السقف والنجفه، يتابع المسلسلات اللي فاتته من رمضان اللي فات، يشرب شوربه وليمون حلوين كده وهو بيترعش، شايف ان العطس والكحه دول ونس وحس في البيت. ده مش بعيد لما يخف يحن للماضي، يقول لك ايه فين زمن الحصبه الجميل. ده ما بفهموش بقى. عكس ده تماما المريض البومه المتشائم، يروح للدكتور علشان مناخيره سايبه، الدكتور يكشف عليه، خير يا دكتور طمني، يقول لك يعني عندك دور برد خفيف وكده. برد؟ لا 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 يا دكتور، برد ايه؟ استر عليا والدنيا تمطر والبرق ورعد وكنكه القهوه تفور ودراما رخيصه خالص. ليه كده يا حبيبي ليه؟ افرد وشك هتجيب ظرافها. وفي بقى المريض الدكتور، ده اللي بيفرح قوي لما يجي له عيان حتى لو كان العيان ده هو نفسه. اول ما يجي له برد تلاقي بقى ايه، انتعش كده ولقى نفسه يومين دول يشخص ويكشف ويسال نفسه حاسس بايه، ما يعرفش يوصف كالعاده، يكتب الروشته ويصرف الدواء وما ياخدوش برضه، ويروح الاستشاره يشتكي. بص هو ما بيخفش بس بيحقق ذاته وبيحس بكيانه وبيعوض المجموع الوحش بتاع ثانويه عامه اللي بسببه ما دخلش طب. ده في المريض اللي بيفاصل، الدكتور يقول له عندك برد، متاكد يا دكتور؟ ايوه حبيبي دي محفوظات. طب مش يمكن حساسيه؟ يا ابني لا دور برد. طب عشان خاطرنا، طب ما تبص على الجيوب الانفيه كده. يا ابني انا جاي من بعيد، طب ما تسمعني كلمه حلوه، والله جاي لك من بعيد. دور برد يا حبيبي، دور برد ايه؟ انا مش فاهم هو بيضغط على الجدع كده ليه؟ ايه مصلحته انه يخفي عنك معلومات؟ طب ما تهزها شويه كده يا دكتور، برد يعني ما فيش حاجه كده. في بقى المريض عاشق الادويه، اللي هو يقول لك يعني ايه ده دكتور ده، وعلشان دور برد يبقى يكتب لي على شوربه وليمون ومشروبات سخنه وراحه تامه والكلام الفارغ. ليه انا ما اعرفش اعمل كده لوحدي؟ فين الاوجمانتين؟ فين البنسلين؟ فين البرياكاتين؟ التراميسين؟ الفيوسيدين؟ كل الحاجات اللي اخرها ايه دي فين؟ انا مش همشي من هنا غير لما تكتب لي على الاقل على مضاد حيوي ومسكن قوي ودهان موضعي والبوس عند اللزوم. ايه عيان هفا انا؟ مجرم ده. عندك كمان المريض ساحر القبيله، الدكتور يقول له هناخد فيتامين سي، يقول له لا انا هعصر برتقان. طب ناخد دواء كحه؟ لا انا هغلي ورق جوافه. طب ناخد طارد للبلغم؟ لا انا احط جرنان على صدري واولع في الشقه كده بخور. طب موسع للشعب؟ لا انا هاكل دوم وانام على بقدونس وعندي كام تعويذه كده بقولها بتخلص معايا. ايه يا حبيبي انت بتعمل عمل، يا تاخد الدواء وتخلص يا تاخد الهدهد بتاعك ده وتتكلوا على الله. في بقى قريب المريض، المرافق، المتحدث الرسمي باسمه، اللي هو حضرتك بتشتكي من ايه؟ لا هو بيكح وبيسخن. طب بتحس بايه؟ بيحس برعشه كده ودوخه وهمداء. صح يا حسين؟ طب الحاله دي عندك من امتى؟ عنده من يوم الاربع والله بالليل. طب التشخيص المبدئي كده انه اكيد عنده زهايمر او مشكله في النطق، يعني هو ناسي هو حاسس بايه ولا ايه؟ انا مش فاهم انت مين حضرتك؟ ضميره؟ قرينه؟ في بقى المريض الجوجل، ده اللي جاب المرض من تحت بقى، جاب قراره من على النت خلاص، اعراضه واسبابه وطرق علاجه، وجاي علشان بس ايه يتنطط شويه، يخش على الدكتور بمصطلحات انجليزي بينطقها غلط، ومش محتاج من الدكتور غير انه يمضي بس، لكن هو خلاص فهم كل حاجه من على اليوتيوب. تمام، ما تيجي تبيع انت يابا، ها ما تيجي. الناس بقى اللي بتتعامل مع المصابين بدور البرد غالبا ما عندهمش وسط، بيبقوا حاجه من الاتنين، يا نوع مفرط الاهتمام اللي هو ايه يا حبيبي قمت من سريرك ليه؟ ما سقفتش ليه عشان تناديني؟ يا نهار اجيب لك تاكل تشرب افضي لك القربه في ايه؟ ده عنده برد مش مصاب حرب يا ماما.
النوع التاني العكس تماما، اللي هو ايه مالك، ما تقوم تغسل فرخه تسلقها وتعمل نفسك شويه شوربه، انت اتشلت، ده برد، مالك، بعدين ده مش برد اللي عندك، ده لسه بوادر برد. الله، بوادر برد، هو البرد طلع ما شاء الله، دي بشاير السنه دي، طب ما تغسل لنا طبق كده، وانا بموت فيه وهو بشاير والله العظيم. البوادر برد، قال خلاص بقينا خبره في دوره حياه البرد والميكروب كمان، وعارفين خط سيره، ما تخليكوا طبيعيين يا اخوانا، عاملوني عادي. هو البرد بصراحه عموما ملطوط معانا في اي مصيبه، اللي عنده الزايده برد في بطنه، اللي عنده انزلاق غضروفي برد في عظمه، اللي اسنانه وجعاء برد في اسنانه. ايه برد في اسنانه دي بقى؟ ولا عشان العصب مكشوف يعني؟ ما انا مش فاهم، اي كلام. وليه صحيح بيقولوا دور برد؟ ليه دور برد؟ هل هي انفلونزا وبتمثل انها دور برد، واخده دور برد؟ ليه مش كورس برد او دوره برد او لجنه جرد مثلا؟ أنا شخصياً مش مؤمن بفكرة الموضة دي خالص، ولا عمري مشيت على الموضة، ده حتى بيسموها صيحة، همشي ورا صيحة، أي حد يصيح كده همشي أنا وراه. أنا بمشيش على الموضة والسبب بسيط جداً ومنطقي، إنها وحشة. الموضة وحشة، أيوه، الناس بس بتاخد شوية وقت لحد ما تكتشف إنها وحشة. أمال الموضة بتتغير ليه؟ لو حلوة كانت كملت. كل شوية يقول لك الموضة دي ادمت، لا أصل الموضة السنة اللي فاتت كانت مش عارف إيه، لا بلاش تلاكيك بقى، لو حلوة كانت كملت، يعني الموضة وحشة. في طبعا شويه حاجات كده قليله قدرت تثبت نفسها وتثبت اقدامها بقوه، ودول طبعا استثناء، اللي هم ايه؟ الشنب، المانيكير الاحمر، وكلونيا 5 خمسات. دول طبعا خالدين، تحبيهم تكرهيهم، موجودين على الساحه للنهايه وموجودين بعنف. اظن في موضات كملت وهي مش مصدقه نفسها، في موضات غريبه جدا ملهاش اي وظيفه على الاطلاق، مع ذلك شقت طريقها وكملت لغايه النهارده. عندك مثلا اول راجل وقف قدام المرايه وقرر كراجل انه يلبس فيونكه في رقبته. هل كان يتخيل ان الرجاله هتلبسها لحد النهارده ويسموها بابيون وكده وبفلوس كتير وبتاع؟ لا اشك، هي نفسها مش مصدقه البيبيونه. او مثلا الاوبليتات، اول واحد قرر ينجد كتافه ويغير خلقه ربنا ويبطن تلابيسه لسبب ما هو بس اللي عارفه بينه وبين نفسه. هل ده كان متوقع ان كل الناس هتمشي على خطاه للنهايه؟ برضه انا ما اظنش. غير كده الموضه بتاخد وقتها وتتكل على الله، لا وبيجي عكسها كمان، عكسها بالظبط. يعني مثلا كان في ازمنه كانت الست المربربه المفتخره هي رمز الجمال والانوثه، وكل ما ترمي كيلو جرامات معاكي كل ما تحلو ومهرها يغلى. يعني مثلا قال لك ايه؟ ما تبطل تمشي بحنيه لا يقوم زلزال. ده كده ماشيه بحنيه، ده غير لو مدت بقى. انا مش هتكلم عن الجري، قال ان في مرضى قلب واطفال سامعيننا وبتاع، لانها لو جريت هيبقى تسونامي بقى. ازمنه تانية قلبت العكس خالص، الست الهزيله ذات الهيكل العظمي البارز هي الشيء، ده عودك مرسوم على السنجه. شفت الصغيره دي اللي هي الرفيعه دي، السنجه دي، شوف السفيفه قد ايه. او مثلا في اغنيه يقولوا فيها كنت فين وانا فين جيت لي منين، ما شافهاش، جت وعدت من قدامه مشيت ما شافهاش، رفيعه خالص يا عيني. لحد هنا الكلام ده يخش الدماغ، انما لما توصل ان لون البشره يبقى فيه مضاد، لا كده يبقى دخلنا في منطقه مش تمام. زمان كان بياض البشره مثلا شرط اساسي من شروط الجمال، قالوا زمان في الاغاني البت بيضه بيضه بيضه، البت بيضه وانا اعمل ايه؟ شوف الكلام، كلام كتير جدا تخرجش منه غير بمعلومه واحده، اللون مسيطر جدا، بيضه وخلاص. ويا عيني من كتر ما هي بيضه ارتبك مش عارف يعمل ايه. مع بدايه تحرر المراه وخروجها للنور بدا السمار يظهر. تعرف طبعا ان النور بتاع الشمس مع البشره ممكن يعمل سمار خفيف وكده. السمار ابتدى يفرض نفسه على الساحه كلون ظريف عملي بيستحمل بيليق على كل حاجه. في الاول السمار دخل على استحياء كده، حتى الاغاني كانت تقول لك ايه؟ اسمر اسمر طيب ماله، بصي محرجين كده بيبرروا كده. وبقيه الاغنيه والله سماره ده سر جماله، بيحاول يقنعنا لسه ايه مكسوفين. البنت اصلها كانت بيضه بيضه وما كانش عارف يعمل ايه. شويه شويه بدات الكفه تتوزن، بدا السمار ياخد وضعه. ظهرت الاغاني اللي بتتساءل بقى، قالوا السمار احلى ولا البياض احلى؟ مرحله انتقاليه، رايحين من البياض كده رايحين على السمار في تدريج، طالعين لغايه ما وصلنا للافتراء بقى. اسمر يا اسمراني مين قساك عليا؟ الاسمر هو اللي راكب دلوقتي ومسيطر، شاف نفسه خلاص فجر، بيقس على الناس. فاكر لما كانت بيضه ونيه ولذيذه؟ دلوقتي شفت نفسك. شويه شويه بدا الموضوع يتطور، جالنا البرونزي كسر الدنيا، ده اللي هو بني ميتاليك كده. ومن هنا بقى دخلنا في جنون التان، تان طبيعي، تان صناعي، كريمات، مكياجات، الحكايه وسعت خالص. كل درجات اللون البرونزي من البيج الهادي مرورا بالفران الفاتح للجراي الغامق. واللي نازل الشتاء ده بالمناسبه لو تحبي يعني تلحقي نفسك، اللي هو الجريج، اللي هي الدرجه اللي ما بين البيج والجراي. جنان. الحواجب، حد في الدنيا يقول ان الحواجب بيتعمل فيها كده؟ الحواجب دي مش بتعتبر من ضمن ملامح الوش برضو؟
بعدين ما بنتشطرش على الرموش كده ليه؟ حد يقول لي مش معقول، خلاص ما بقاش عندنا شخصيه لدرجه ان شويه ناس يقرروا ان الموضه السنه دي هي الحواجب الدوجلاس اللي هو الخط الرفيع قوي ده، نقوم شايلين حواجبنا كلنا فورا ونسيب خط رفيع كده عديم المعنى خالص. السنه اللي بعديها يقرروا ان هم اتسرعوا وغلطوا ولازم يعوضوا الحواجب عن الاذى ده، فيعملوا ايه بقى؟ تطلع موضه ان هم يرسموا الحواجب التخينه قوي وتتحول كل الستات لمحمود مرسي في فيلم فجر الاسلام. السنه اللي بعديها الحواجب الطويله لحد الودن، اللي بعدها الحواجب النص القصير جدا ده، اللي بعدها بقى يطلع تاتو الحواجب علشان يقفل على المنطقه دي خالص، لون مصمت لميع خالي من اي شعر. معقوله في كده؟ عمليات التجميل جننت الستات حضرتك، نفخ وشد وربط وشفط، كل ده ليه؟ عشان نحارب الطبيعه؟ طب وايه النتيجه؟ هتحارب الطبيعه والطبيعه هتقف ساكته؟ عندك 50 سنه وقررتي تتحدي الطبيعه وتتحولي ل20، تمام، تعال نشوف مع بعض النتيجه تبقى ايه. ايه الاحسن بالذمه؟ انك تبقي ست عندك 50 سنه وشكلك ست عندها 50 سنه، ولا انك تبقي ست عندك 50 سنه وشكلك سلحفه عندها 20 سنه؟ بالعقل كده غيرت سنك بس غيرتي فصيلتك كمان. مفيش بني ادم شكله كده، محدش يتحدى الطبيعه يا اخوانا. انما الموضه بقى لما توصل للاكل والحلويات وللتدخين مثلا، ده يبقى اسمه ايه؟ السجاير اللف موضه، اللي الطبي موضه، المعسل الفواكه واللبان والاي سيجاريت هي موضه ولا اكتر؟ قصدي هي موته ولا اكتر؟ يعني لما ادخل صدري قطران بالنعناع كده بقيت في امان مثلا؟ النيكوتين بالتفاح الطف يعني، مليان فيتامينات، مغذي. والاكل يا جماعه، الاكل الكائن اللطيف اللي بيفرحنا ده كمان في موضه؟ ده معروف ان الاكل التقليدي هو اللي بيميز الشعوب، نقوم نيجي نفتي بقى احنا كمان في الحته دي؟ ضاقت بينا خلاص. انا فاكر زمان لما سمعنا عن الكنافه بالكريمه الدنيا اتقلبت. كنافه بالكريمه؟ معقوله؟ كنافه بالمكسرات معروفه. انا فاكر بابا ساب البيت يوميها، احنا هنكفر ولا ايه؟ اعتبرناه خروج سافر عن العادات والتقاليد، تجاوز وخنفسه وقله ادب. مش دلوقتي بقى في كنافه بالمانجا طلعت موضه وكسرت الدنيا، مفيش راجل قدر يفتح بقه ولا يقول كلمه، كتمنا كلنا في قلوبنا وسكتنا لحد ما وصلت الكنافه للجمبري. بقى في كنافه بالجمبري في بعض المطاعم، مش عارف ويوم القيامه قرب ولا ايه؟ ولا الريد فيلفت؟ الريد فيلفت ايه؟ الريد فيلفت دي بقى كيكه حمراء ملزقه وعيش السرايا يمسحها من على الارض. برضه سكتنا لحد ما لقينا كحك العيد يا مؤمنين بالريد فيلفت. لا لحد هنا ونقف، لا للعبث بتاريخنا، محدش يمس مقدساتنا، محدش يجتهد في الكحك. ارفع صاجك فوق، انت مصري. والهتافات موضه بالمناسبه. ايه بس في ايه؟ زعلانه من ايه بس؟ ايه يعني اتعكستي في الشارع؟ زعلانه عشان اتعكستي في الشارع؟ يا بنتي ده في ناس بتتعاكس وهي لسه في الطرقه في بيتهم. روقي كده. بعدين معاكسه الشارع بالنسبه لنا دي اسلوب حياه ممتد الجذور. انا راجل كبير وفاهم بقول لك اهو. معاكسه الشارع يا بنتي ظهرت في مصر مع ظهور الشارع نفسه، مع ظهور الحضاره. اول ما تسافل الطريق بقى عندك شارع اترصف من على الجنب، بقى عندك رصيف هوبا كام عمود نور، الناس بدات تعدي في الشارع. ابتدت المعاكسه من زمان جدا والله. بيسالي تيتا تحكي لك عن تاريخ المعاكسات المصريه اللي مر بموضات وتطورات. ايوه حتى المعاكسه كان فيها موضه. يعني مثلا زمان خالص كان عندك موضه كده بتاعه الاربعينات، في زمن المعاكسات الجميل. كان في المعاكسه الملوكي، دي معاكسه بتعتمد على التثبيت اللفظي والملاحظات العامه. كانوا ناس شيك يقول لك انا ممنون للصدفه المدهشه دي، الجو بديع جدا النهارده. ممكن تلاقيه سرح كده وخرج من حاله الطقس، دخل على اسعار العملات، على جرام الذهب، معلومات عامه ظريفه خالص، خواطر شخصيه تخصه هو لوحده، محدش يقدر يمسك عليه اي حاجه لانه ما بيوجهش كلامه لحد. ممنون جدا وبيعاكس يعني. بعد كده في الستينات ظهرت المعاكسه الكلاسيكيه، دي طبعا موضتها ما بتروحش، لو راحت بترجع تاني بنفس القوه. المعاكسه الكلاسيكيه التقليديه دي بتكون غالبا في صيغه سؤال، ومش عارف ليه بيبقى بيكلم مذكر. يعني مثلا يقول الجميل رايح فين؟ شفتي المذكر مع السؤال مع بعض؟ ماشي لوحدك ليه يا عسل؟ خدت بالك؟ في تمويه كده. وساعات السؤال بيكون سؤال وجودي بقى كمان، يتوه خالص. زي مثلا طب بالذمه مش حرام عليك كده؟ طب هو في كده؟ حاجات من النوع ده. أسئلة بقى ملزقة من القطعية دي، رخيصة، سمن جاموسي فاخر كامل الدسم بقاله شهر بره التلاجة، حاجة تقرف. بعد كده بفترة على بداية السبعينات ظهرت موضة جديدة في المعاكسات، وهي موضة حبيب المصباح. ده عامل زي عفريت المصباح كده، تحس انك انت دعكتي فانوس فطلع لك منكسر كده في نفسه ومنسحق غلبان، اللي هو حبيك لبيك عبدك وملك ايديك. دي طريقته. النوع ده بقى بالنسبة لي مثير لخليط من الشفقة والغثيان. بيعمل ايه ده بقى؟ ده صاحب الطلعة الشهيرة البائسة بتاعت صدقيني انا مش بعاكس بس ويقول اي كلام.
او يقول لك انا على فكره انا اول مره اتكلم واحده في الشارع لكن ويهري. خدت بالك من الطلعه اللي داخله على هاري مع بعض؟ لا، ومش بيكتفي بالجمل اللزجه دي بس، لا ده كمان بيستخدم طبقه صوت مريض القلب، بيمثل مع تعبير وش الارنب النيوزيلندي الابيض. غلبان قوي، بس النوع ده فيه ميزه جامده جدا، انه سهل التخلص منه. اي تهويشه اللي هي بتاعت اوعى كده هتلاقيه فتح سبرنت وطلع على حال سبيله، دي ميزته. بظهور الانفتاح الاقتصادي تطورت حاجه السوق لظهور موضه جديده في المعاكسه، فظهر النوع المجتهد، المعاكس الشغيل. ده يعتمد عليه بقى حمار معاكسه محترم. ده غالبا بيقف حادف على قدام شويه كده، بيشوح بايده بعنف ويدي بقى. طب والمصحف الشريف احلى من صفاء السبع، خدت بالك؟ عشان السبعينات في سبع وسبعينات، او 3 بالله العظيم انت برنس، عليا الطلاق الاسفلت بيزغرط. مجهود واضح في اداء مسرحي، حلفانات ايمانات من غير حساب، بس يعني مخلص للي بيعمله بصراحه، وبيتعب وبيجتهد، حاجه مقززه. بعد كده بشويه على الثمانينات والتسعينات، ومع بدايه عوده العماله المصريه من الدول العربيه الشقيقه، ظهرت موضه جديده في المعاكسات، معاكسه مريض الفصام. ده ما تعرفيش داخل يعاكس ولا داخل عكسي ولا ماله بالظبط. تلاقيه بيعكسك يقول اللهم صل على النبي، اللهم صل على كامل النور، ده المتحرش الورع بقى، بسم الله ما شاء الله عليك وعلى حلاوتك. شايفه في لخبطه؟ طب انت ايه؟ او ايه الجمال ده يا رب؟ لا حول ولا قوه الا بالله. واقف في الشارع يعمل الحاجات دي. يعني حضرتك لما تعمل بتاع ربنا هتبقى مش بتعاكس؟ مين العسل ده اللي ماشي في نور الله ماشي؟ شفتي؟ لو سبتيه هيبدا يخش في التواشيح والابتهالات والحاجات دي. اوعي ما تديلوش المجال، ده نوع محير وضبابي. طبعا اختلفت عليه الاراء لانه بيثبتك شويه. مفيش رد بيكون مناسب للحاله دي. هنقول له ايه بذمتك؟ نقول له مثلا بارك الله في ابو شكلك، اللهم قوي ايمان اهلك. نقول له ايه علشان خاطر يبطل الهبل ده؟ بس تصدقي اصعب موضه في المعاكسه اليومين دول اللي بيعاكس بقى وهو مش طايق اللي بيعاكسها، لان الظروف بقت صعبه. فتلاقيه يقول لك ايه؟ 30 حلاوتك يا شيخه، يخرب بيت الطعامه، زهقان يا عيال عين، شفتي؟ مخنوق بيعكسك وهو مش طايقك. امشي من وشه السعادي، تحس انه جملتين كمان وهيبدا يحدفك بالطوب من اعجابه، او يديك بنيه في خلقتك اللي عجباه دي يلزقك على الرصيف. رهيب. طبعا مش عايز اقول لك ان التجاهل هو احسن حل في الظروف دي، او الالكتريك شوك مش بطاله، او ممكن كمان توديه الاسم يحلقوا له زلبطه وهو برضه يبقى ماشي على الموضه. خلاص بقى تزعليش بقى كده، ما انا شرحت لك بقى الدنيا بقى وقلت لك فهمتك الحاجات. يلا الضحكه الحلوه بقى، الضحكه الحلوه والنبي عشا. اللهم صل على النبي. هو في كده؟ الله. في ناس يا اخي بتعتبر ان العادات والتقاليد والفلكلور والحاجات دي شكليات كده، زي ايه؟ زي مثلا الطقم المذهب في البيت. هو الطقم المذهب وحش؟ انا احب المود، انا مزاجي في القيمه. بص مزاجي كده، عاداتنا يا اخي، عاداتنا. عارف يعني ايه عادات؟ يعني شويه ناس اتعودوا يعملوا شويه حاجات كده على ذوقهم، حاجات مريحاهم ومظبطه الدنيا. ما نمشيش عليها احنا ليه بقى؟ ما احنا معانا الكتالوج اهو، نجود ليه؟ اي نعم، يعني الكتالوج ده ساعات بيلبسنا احنا بقى في ايه؟ طول عمرنا بقى في فسيخ وبيض وموغات وطقم الجيلي ورش الملح وحلقاتك برجلاتك وطلاسم غريبه كده، بس برضه حاجات جميله. الفسيخ ماله؟ الفسيخ السمك الجميل المملح اللي في احيان كتير بيكون يعني مش بايظ وبيقولوا عليه كلام فارغ. معقولة؟ طب هو يوم زي شم النسيم ده يبقى له معنى ولا طعم من غير طعم وريحة الفسيخ الجميل المحير ده؟ يا ترى سليم؟ يا ترى بايظ؟ يا ترى مين هيعدي منه؟ يا ترى مين هيقع؟ السيمي فاينل هيبقى ما بين مين ومين النهارده؟ مين هيصمد للنهاية ويواجه مين في النهائي؟ بالذات ان كل الناس دي غالبا فطروا في نفس اليوم بيض ملون بألوان غير مصرح بيها من أي وزارة في العالم. شايف؟ بص الإثارة، المتعة، الحلاوة، بيض، فسيخ، محير، عادات. بيبي اتولد، فرحه وامل. اخينا اللي مش عاجبه العادات ده يقول لك بقى ايه؟ انا اشرب مغات ليه وانا اللي هرضعه؟ وحش المغات، انا ما احبش المغات. لا طبعا ما يصحش تشرب. شارك الام اللحظه الجميله دي، افرح يا اخي، افرح لفرحنا يا اخي. المعنى النبيل والعميق ده. احنا صحيح مش هنرضع بس على الاقل نشرب. بعدين ده مشروب جميل، خليط كده ما بين الحلبة واعشاب بالسمنه الجاموسي الفاخر. لونه جميل كده، بني مخضر وبيتخن وسخن مولع ما بيبردش ابدا. مالك؟ اشرب. نروح للافراح بقى، يوم لذيذ، فرحه ولطافه لازم نفرح، لازم نهيص يا اخي. دي كمان فيها مشكله؟ هتخنقونا؟ مش زفه يا جدع، ما نهيصش ونزعق لازم
لازم نزعق ونخترق حاجز الصوت علشان نحتفل ولا ايه؟ ولا الاغاني الفلكلوريه بقى؟ لا اللي بيغنوها بقى في الافراح وغيره وكل حاجه. الله على الجمال. عند بيت ام فاروق هاي هاي، دي اول اغنيه فرانكو اراب في تراثنا كله، في تبادل ثقافي ما بين الشرق والغرب. الله. عندي بيت ام فاروق هاي هاي ام فاروق واتساب ومكمل بقى. في بقى الاغنيه العميقه مثلا اللي بتقول لك ايه؟ قولوا لابوها ان كان جعان يتعشى. شايف الادب؟ الراجل قاعد جعان مستني اشاره البدء من الناس. في ادب، اخلاق. في الادب ده دلوقتي مفيش، مع ان ده فرح بنته وهو غريب ما يقوم يتعشى في اي وقت. اتفضل بالهنا والشفا، بيتك ومطرحك. خلاص يا جماعه يلا قولوا لابوها ان كان فكوا الحاج يلا يخليه يجي يتعشى. قولوا له لما ان كان جعان يتعشى. طبعا في بقى اول اغنيه لوكيشن لمكان الافراح، تراثنا يا ابني من قبل الابلكيشن بتاع بيقول لك بكتير وخرايط جوجل والكلام الفارغ ده كله، اللي هو ايه؟ يلي على الترعه حود على المالح. ده علشان لو حد ما عنده GPS مثلا او اي حاجه، اللي هو الدائري مقفول، كوبري اكتوبر واقف، خلاص قشطه حود على المالح. اوكي شفت الجمال؟ ناس كانوا ماشيين معاك بيحركوك. بعد الفرح بقى والجواز والعيال تيجي اغاني الاطفال الفولكلوريه، 1 2 سرجي مرجي. طبعا تنميه قدرات الاطفال اللغويه، اللغه العربيه اللي هي اللغه الام مع اللغه الهنديه الجميله في اغنيه واحده، سرجي مرجي. فالفولكلور بتاعنا بتاع زمان مليان حاجات جميله. 1 2 سرجي مرجي، انت حكيم ولا تمرجي؟ طب بالذمه ايه الفرق؟ يعني مفيش جمله. او مثلا علي عليوه يلي ضرب الزميره، يلي ضربها حربي، نطت في قلبي. يا ساتر يا رب، ايه؟ لا 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 دي بتحرض على العنف، دي لا مش حلوه دي. نرجع بقى نقول العيال بتجيب العنف ده كله منين وبتاع؟ لا طبعا اذا كان علي عليوه نفسه ضرب الزميره حربي في قلب اسمه ايه التاني ده، منتظرين ايه يعني؟ بعدين هي ايه الزميره دي لا مؤاخذه؟ في طبعا الاغنيه الشهيره بتاعت يا حضره العمده ابنك حميده حدفني بالسفنديه. فاكر دي؟ كنا بنعتبرها اغنيه اطفال لمجرد انها كرتون، بس هي طبعا هي لا تمت للاطفال بصله، ملهاش اي علاقه بالاطفال، بس كلها خيال وابداع. فاكرها طبعا حادثه اليوستفندي. حادثه اليوستفندي فاكرها؟ مشهوره دي. ولا الفخامه بقى اللي في تراثنا وخامات تراثنا. شوف بقى، بص لما كانوا بيعوزوا يفخموا الخامات عندنا، شوف الخامه معايا كده: اتدلع يا عريس يا بولاسه نايلون، العتبه جزاز والسلم نايلو في نايلو. او مثلا واتدلع يا عريس وعروستك نايلون. دي بقى الخامه المفتخره اللي في تراثنا بقى، دي اللي كانوا بيستخدموها لما يعوزوا يصرفوا. وكان على فكره النايلون عندنا سوقه ماشي جدا، هو المستورد كده. ولو اني كنت افضل مثلا ان اللثه تبقى 50% نايلون 50% قطن عشان العرق والالتهابات يعني اتدلع يا عريس يا ابو لثه 50% قطن 50% نايلون، او اتدلع يا عريس يا ابو لثه 30% لكرة 20% قطن و50% نايلون. تبقى خامه لطيفه تستخدم. بس انا بحترم العادات، والاغاني الفلكلوريه على فكره حلوه وجميله وكل حاجه ومليانه معاني وزي السكر، بس احنا بس نشيل منها الزميره اوكي ونقلل نسبه النايلو شويه وتبقى زي الفل. قال ضرب الزميره. ايه الزميره دي؟ الزميره دي مش كلمه على فكره. بعدين ايه النايلو ده؟ نايلو